أريوس يا اخواتي، اول حاجة صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاة والسلام. ومعاكم كلوة، وهقدم لكم فيديوهات كتير لملخصات انمي ومانهوا من قناة الاساسية كلوة انمي او قناة الاحتياطية كلوة انمي بلس. فيا رب الفيديوهات تعجبكم، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد يا معلم. وبدون ما اطول عليكم يلا بينا لملخص النهارده. في بداية قصتنا بنشوف بنت اسمها تشينو أكاني، بنت من عيلة غنية، بس اتعرضت قبل كده لعملية خطف وده خلاها متعقدة وبتفتكر الحادثة في كل مكان تروحه. ولما وصلت للمدرسة كل الطلاب كانوا بيبص عليها وبيحاولوا انهم يتكلموا معاها، ما عدا الولد ده اللي كان مش بيعبرها واسمه كاغينو مينورو، وده كان مخلي نيشيرو متضايقة ومخنوقة جدا منه، بس في نفس الوقت كانت مشدودة ليه. ولما حاولت نيشيرو تكلم كاغينو عملها بتجاهل، وحتى اسمها ما كانش فاكره وسابها ومشي. ونيشينو كانت طالبة متفوقة ودائما بتحاول تكسب حب الطلاب والمدرسين ليها، عكس كاغينو اللي كان مش فارق معاه كل ده. لحد ما في يوم نيشينو كانت طالعة من مدرستها وراجل ظهر قدامها وسألها لو هي نيشينو أكاني، وطبعا نيشينو خافت وجريت، بس جت قدامها عربية وقفتها، وطلع من العربية راجل تاني وحط منديل على بق نيشينو وغابت نيشينو على الوعي. بس قبل ما تقفل عينها شافت قدامها كاغينو اللي كان واقف من بعيد بيتفرج على اللي بيحصل. والاتنين الرجاله دول اخدوا نيشينو لمخبأهم وقالوا لها انهم طلبوا من ابوها فلوس واول ما يدفعها هيسيبوها تمشي، بس واحد منهم حاول يغتصب نيشينو. وفي اللحظه دي كان كاغينو واقف قدام المكان اللي فيه نيشينو وبيسمع اللي بيحصل، وغير هدومه ولبس قناع وطلع فوق الاوضه اللي هم فيها. وقت ما كان الراجل بيضايق نيشينو هجم كاغينو على المكان، والخاطف قال له انت مين؟ وكاغينو قال له انا مجرد قاتل شرس وانيق. والخاطف طلع مسدسه وحاول يضرب بيه كاغينو، بس كاغينو ضربه في ايده وهجم عليه وقال له تحركاتك الكتيرة اللي من غير فايدة قللت من حذرك. وكاغينو ضرب الخاطف ورماه على الارض وخلص عليه بضربة من رجله، بس الخاطف التاني قال له فهمت، انا شايف ان عندك المهارة، ورمى مسدسه على الارض وقال له انا كان الملل هيقتلني من يوم ما اتفصلت من الجيش، جيت في وقتك. وكاغينو قال له انا طول عمري كان نفسي اقاتل عسكري. وقال له الخاطف قبلت تحديك. والخاطف هجم على كاغينو بخنجر وقال له اهلا بيك في عالم المجنون، وجرح كاغينو في ايده، وبعدها هجم عليه مرة تانية علشان يقتله، بس كاغينو صد خنجره بعتلة وهجم على الخاطف وهو بيحركها شمال ويمين. والخاطف قال له مفيش شك ان مهاراتك القتالية عالية، لكن عندك نقطة ضعف كبيرة وهي ان حجمك اقل من حجمي وانا اقدر اسحقك. وضرب الخاطف كاغينو وقال له هتكون نهايتك لو خدت ضربة مني. وكاغينو قال له عندك حق، صعب عليا ان اواجه عسكري سابق بمستواي الحالي ده، وعلشان كده هبقى جد اكتر. ورمى كاغينو العتلة بتاعته ومسكها باتجاه معاكس وضرب بيها الخاطف في ايده وهو بيقول له انا اتدربت على ضرب عصابات الدرجات النارية بشكل روتيني. بس الخاطف بعد عن كاغينو وقال له اكيد انت الملثم الهائج. وكاغينو قال له اليومين دول للاسف بقوا بيلبسوا خوذة عشان قتلهم يكون صعب، بس انا لقيت حل للمشكلة دي وهو ان ابطل استخدم العتلة كعصاية. وفي اللحظة دي الخاطف جرى على المسدس اللي رماه وحاول يمسكه، بس كاغينو ضرب ايده وضربه في رجله، والخاطف اترمى على الارض وهو بيتألم، وكاغينو نزل ضرب فيه. ونيشينو كانت شايفة اللي بيحصل ومش قادرة تتحمل المنظر لحد ما كاغينو خلص على الخاطف، وبعدها مسك الخنجر وقرب من نيشينو. ونيشينو غمضت عينها وكانت فاكراه هيقتلها، بس كاغينو قطع الحبل اللي كانت مربوطة بيه وقال لها المرة الجاية خلي بالك وانت راجع لوحدك. ونيشينو استغربت وفتحت عينها تاني وما لقيتش حد واتحركت من المكان. وكاغينو كان قاعد على السطح وبيقول لنفسه ده مش كويس، ولو كنت هواجه عسكري سابق بالطريقة دي فمش هنجح ومش هبقى المسيطر في الظلام. وبعدها نيشينو اتصلت بالشرطة وبقت الامور فوضوية، بس محدش عرف مين هو القاتل اللي خلص على العصابة. وتاني يوم نيشينو راحت للمدرسة كالعادة ولقيت قدامها كاغينو، ولما سلمت عليه اتفاجئت ان كاغينو نطق اسمها صح. وتاني يوم نيشينو سمعت اخبار بتتكلم عن موت كاغينو مينرو في حادث الطريق، وفلاش باك لماضي كاغينو وهو صغير وكان طفل كل حلمه انه ينجح في تحقيق هدف معين ويبقى بطل زي بقية الاطفال ما بيحلموا. بس الفرق ما بينه وبين باقي الاطفال هو ان كاغينو كان كل ما بيكبر الرغبة دي بتزيد عنده، وعمل كل اللي يقدر عليه عشان يكتسب كل مهارة ممكن تزود قوته.
قوته، وفي المدرسة كان مجرد شخصية غير معروفة، يعني شخصية ثانوية، لكن ورا ده كان بيجهد نفسه في التمرينات عشان يوصل لهدفه، لحد ما كاغينو بدأ يواجه الواقع ويفكر في انه حتى لو بقى بيعرف كل فنون القتال الموجودة فده برضه مش هيخلي عنده قوة خارقة زي اللي بيسمع عنها في القصص، وحتى لو بقى اقوى مقاتل في العالم وقدر يقضي على جنود مسلحين فممكن برضه ينزل عليه صاروخ نووي من السماء ويخلص عليه ويمحي من الوجود زي بقية البشر. وعلشان كده كاغينو كان بيحلم يبقى اقوى من اي صاروخ ومفيش اي حاجة تأثر عليه. ونرجع تاني من الفلاش باك، وبعد ما كاغينو مات في الحادثة فتح عينه تاني ولقى نفسه طفل صغير وعيلته حواليه، والهوا فيه طاقة سحرية غريبة، وكاغينو فاهم انه اتولد في عالم جديد فيه سحر كابن للبارون كاغينو الارستقراطي، والعيلة بتاعته الجديدة على مدى الاجيال اتلقبت بفرسان الظلام اللي بيعززوا قدراتهم الجسدية باستخدام السحر. وبعد ما كاغينو كبر شوية كان الكل معلق امال كبيرة على وريث كاغينو، بس مش هو، دي اخت الموهوبة كلير. وكان كاغينو بيكبر كطفل عادي وكل اللي حواليه شايفينه ولد طبيعي، بس ورا القناع ده كان كاغينو بيقاتل الحرامية والعصابات بقوته السحرية. وبعد ما خلص على العصابة وقتلهم كلهم ليه وحش شكله غريب وكانت العصابة حطاه في قفص، وكاغينو قال انا ممكن استفيد بيه، واخد الوحش معاه وبدأ يعمل عليه تجارب كتيرة بالسحر ويحط سحر جواه لحد ما نجح بعد شهر في احتواء الحمل الزايد السحري، وتحول الوحش ده لبنت من الالف. وكاغينو استغرب جدا وقال مين كان يصدق ان الوحش لما يرجع لطبيعته هيبقى بنت. وبعدها البنت فتحت عينها ولقيت كاغينو قدامها وقالت هو انا رجعت تاني لطبيعتي؟ وكاغينو قال لها انا كسرت اللعنة اللي كانت حبساكي وانت حرة دلوقتي. والبنت قالت له لعنة ايه؟ وكاغينو قال لها دي لعنة تم القاها عليكي وعلى احفاد الابطال التانيين. والبنت كانت خايفة بس كاغينو طلع لها كتاب وقال لها اكيد انت كمان سمعت عنها الحكاية الخيالية المسجلة في الكتب المقدسة عن 3 ابطال هزموا الشيطان ديابلوس وانقذوا العالم، ودي قصة حقيقية. والشيطان قبل ما يموت القى لعنة وده اللي حولك لوحش كده وبقى الكل بيحتقرك، والعقل المدبر ورا كل ده هو. وما كملش كاغينو كلامه وفضل يبص يمين وشمال وقال للبنت لسه بدري عليكي، ما ينفعش اقولك دلوقتي مين العقل المدبر لانك هتبقي في خطر. بس البنت قالت له انا مش فارق معايا، انا عاوز اعرف مين اللي عمل فيا كده. وكاغينو فضل يفكر في اي حاجة يقولها لها وشاف ازازة مكتوب عليها ديابلوس وبدأ يهبد وقال للبنت طائفة ديابلوس هم اللي عملوا كده، ودول مجموعة من المتعصبين اللي بيخططوا لإحياء الشيطان العظيم وعمرهم ما خرجوا لضوء النهار أبدا، ومهمتي هي البقاء في الظل ووضع حد لمخططاتهم الشريرة، واسمي شادو اللي بيتربص في الظل وبيطارد الظلام، ولازم أنجز مهمتي. وقرب كاغينو من البنت وقال لها يا بنت البطل يا ترى مستعدة انك تنضم ليا وتساعديني؟ والبنت قالت له انت انقذتني واكيد هنضم ليك والمذنب ياخد عقابه. وكاغينو قال لها ان اسم منظمته حديقة الظل واسمها هي من دلوقتي هيبقى الفا. وتاني يوم كاغينو كان بيتدرب مع اخته كلير في مبارزة وكان بيمثل انه بيتهزم مع انه يقدر يهزمها بسهولة. وبعد ما كلير هزمته ورمته في المية جات لها المساعدة واخدتها، وكاغينو طلع من المية وهو بيقول مش من السهل لعب دور الشخصية الخفية بس لازم اعمل كده عشان اليوم اللي انا مستنيه. وبعد ايام جه ميعاد دخول كلير لاكاديمية ميدوغار لفرسان الظلام، ودي اكاديمية بيدخلوها النبلاء لما بيكملوا 15 سنة. بس فجأة كلير اختفت ولما المساعد راح يشوفها ما لقيهاش في الاوضة. اما كاغينو فالمنظمة بتاعته كبرت بشكل كبير وضمت اعضاء تانيين، وكاغينو سأل واحدة من الاعضاء واسمها بيتا على المعلومات اللي جمعوها عن اختفاء كلير، وقالت له بيتا ان اللي خطف كلير بينتمي لطائفة ديابلوس ورفيع المستوى. وكاغينو سألها اشمعنى كلير؟ وقالت له بيتا انهم بيشتبهوا في كلير انها واحدة من احفاد الابطال. وفي اللحظة دي كاغينو قال لنفسه لما بيتدخلوا البنات دول حتى الحرامية العاديين ممكن يتحولوا على طول لاعضاء في طائفة. وبيتا قالت له انها حددت اماكن المخابئ بتاعت الطائفة بس ما تعرفش اي مخبأ فيهم ممكن يكونوا مخبيين كلير فيه. وكاغينو حب يعمل لقطة ورمى السكينة بتاعته على الخريطة بس جت في مكان تاني غير اللي يقصده. وبيتا بصت على المكان وقالت له ايه العظمة دي؟ ده التضاريس والمناخ بيأكدوا ان المكان ده مخبأ للطائفة. وكاغينو قال لها كنت عارف. وبيتا قالت له يعني خدت المعلومات وعرفت الحقيقة في لحظة؟ انت ازاي كده؟ وكاغينو كان بيقول
بيقول لنفسه ده انت ممثلة وتستحق تاخد الاوسكار، وقال لبيتا قولي لباقي الظلال اننا نتحرك بالليل. وفي الوقت ده كانت كلير مربوطة، واللي خاطفها واسمه اولوفار ضربها برجله، بس كلير اتفادت الضربة، واولوفار قال لها مذهل حتى وانت مقيدة بختم سحري بتقدري تتفادى هجمتي. وكلير قالت له الموضوع ملوش علاقة بالسحر، الموضوع له علاقة بالشخص اللي بتواجهه. واولوفار قال لها وابوكي هو اللي علمك الكلام ده؟ لكن كلير قالت له تقصد الراجل اصلع؟ هو ده عارف حاجة؟ انا اللي علمنا اخويا، ومع انه دايما بيخليني اهزمه بس انا بتعلم منه وهو مش بيتعلم مني حاجة. واولوفار قال لها انا سمعت عن اخوك قبل كده، مش ده اللي عالجك لما ظهرت عليك علامات الاستحواذ؟ بس كلير قالت له مش ده اللي حصل. والخاطف قال لها ايا يكن احنا محتاجين نشوف اخوك ده. وفجأة كلير كسرت القيود وهجمت على اولوفار وحاولت تضربه، بس اولوفار اتفادى الضربة. وكلير قالت له لو فكرت تقرب من اخويا او حد من عيلتي هقتلك واقتل عيلتك وكل اللي تعرفه. بس اولوفار ضربها وخلاها تغيب عن الوعي. وبعدها جاء المساعد وقال لاولوفار ان في دخلاء في المكان. وفي اللحظة دي كانوا الظلال خلصوا على كل الحراس ودخلوا المكان. واولوفار طلع يشوف في ايه، ولقى كل حراسه مقتولين، ولقى الفا والباقيين وقال لهم انتوا مين؟ والفا قالت له احنا حديقة الظلال ومهمتنا هي القضاء على طائفة ديابلوس. والباقيين قالوا لاولوفار احنا نعرف كل حاجة عن احياء الشياطين وعن احفاد الابطال. واولوفار مسك سيف وقال لهم تعرفوا منين كل ده؟ ده سر محدش يعرفه، وهجم عليهم. بس الفا بدأت تقاتله وضربته بسيفها وقالت له انا مش هقتلك دلوقتي، مش قبل ما نعرف كل حاجة. واولوفار اكل اسبرين كان معاه، وفجأة قوته زادت وهجم على الفا وضربها بقوة، بس الفا صدت ضربته. واولوفار ساب المكان واختفى. اما كاغينو فكان بيحاول يوصل لاخته وظهر قدام اولوفار وهجم عليه وحاول يضربه، بس كاغينو صد الهجمة بتاعته وبدأ يضربه بالسيف وهو بيقول له القوة مش مهمة، المهم هو طريقة استخدامها. وقدر كاغينو انه يضرب اولوفار ويجرحه في جسمه. واولوفار قال له ما يهمنيش انت قوي قد ايه، لان ظلام العالم ده اقوى بكتير. بس كاغينو قال له يبقى غص في العمر. واولوفار اتضايق وقال له ما تتكلمش عن الموضوع ده بالسهولة دي، وهجم عليه وابتدى يبرزه. بس كاغينو كان اقوى واتحرك بسلاسة وسرعة كبيرة وخلص على اولوفار. واخر حاجة اولوفار قالها لنفسه انا كنت عاجز عن مواجهة الظلام، لكن ممكن الولد ده. وقبل ما اولوفار يكمل كلامه كان مات. وكاغينو اخذ قلادة كانت معاه في صورته مع بنت صغيرة ومشي. وتاني يوم كلير ودعت كاغينو وانتقلت الاكاديمية، والكل كان بيتعامل عادي وكأن ما فيش حاجة حصلت. وبعدها الفا وباقي البنات قالوا لكاغينو انهم لازم يسيبوه، وكاغينو ما كانش مصدق ومش فاهم اللي حصل. بس هم قالوا له ان طائفة ديابلوس كبيرة وبتشتغل على نطاق عالمي، وانهم مضطرين يحاربوهم ويتفرقوا في بقاع الارض. لكن اللي فهمه كاغينو وكان مقتنع بيه هو ان البنات نضجوا، ولان الطائفة دي مش حقيقية فاكيد مش هيفضلوا يلعبوا في المهزلة دي للابد، ولازم يحرروا نفسهم. وفي سن ال15 راح كاغينو للعاصمة الملكية لمملكة مدغار علشان يدخل لنفس المدرسة اللي دخلتها اخته. وراح قاعد في شقة رخيصة، واتنين زمايله اسمهم هيولو وجاغا عدوا عليه واتحركوا كلهم للمدرسة. وفي الطريق كاغينو كان بيفكر وبيقول لنفسه ان لو اعترف لبنت مشهورة في المدرسة بحبه ورفضته ده هيأكد فكرة انه شخص في الخلفية، يعني شخصية ثانوية ملهاش لازمة. ولما وصلوا لاقي ولد بيعترف لبنت اسمها إليكسيا بحبه وبيطلب منها يبقوا في علاقة، بس إليكسيا بمنتهى البرود قالت له مش موافقة وسابته ومشيت. وكاغينو قال بس هي دي، وراح كاغينو لإليكسيا وطلب منها تخرج معاه، بس كان بيتكلم بخوف وبتوتر على اساس انه ولد اهبل واصحابه كانوا بيراقبوه من بعيد. وكاغينو قال لنفسه انا كده ظبطت الدور واكيد هترفضني. بس المفاجأة بقى هي ان إليكسيا قالت له انها موافقة تتعرف عليه وانها كانت مستنية واحد زيه من زمان. وكاغينو كان بيصرخ من جواه وهو بيقول ازاي اتحولت فجأة لبطل القصة. وفي وقت الغدا كاغينو كان قاعد مع اصحابه وإليكسيا راحت قعدت معاهم، وكل الطلاب كانوا مش مصدقين اللي بيحصل، وان إليكسيا نزلت مستواها وراحت قعدت مع طلاب زي دول. وكاغينو كان بيحاول ياكل بطريقة وحشة يمكن إليكسيا تعرف منه، بس اتفاجأ ان إليكسيا بتبتسم وان الموضوع مش مضايقها. وإليكسيا قالت له انها حجزت له مكان في فصل تعليم اسلوب بوشين الملكي. وكاغينو قال لها ان الفصل ده مش اي حد بيدخله، بس إليكسيا
قالت له ما تقلقش انا ظبطت كل حاجة. وتاني يوم كاغينو راح لفصل اسلوب بوشين الملكي، وهناك المدرس زينون ادى محاضرة عن المبارزة، وبدأ الطلاب يتدربوا مع بعض. واليكسيا كانت بتتدرب مع كاغينو، وكاغينو لاحظ ان اليكسيا رقيقة ومقاتلة مش قوية، وقال لنفسه انا كنت فاكر مستواها مقارب مستوايا، بس اتضح ان كنت غلطان وانها اضعف مني. وبعد التمرين اليكسيا قالت للمدرس زينون انها قررت تبقى حبيبة كاغينو، وزينون قال لها انت بتتصرفي زي الاطفال، وانت عارفة كويس انك مش هتقدري تفضلي تهربي كده. بس اليكسيا قالت له انا مجرد طفلة ومش بفهم مشاكل الكبار. وزينون قال لها ان لسه الموضوع ما تمش الاعلان عنه، بس هم لسه مخطوبين. واليكسيا قالت له تقصد انك لسه مترشح لخطوبتي مش اكتر. وفي اللحظة دي كان كاغينو بيراقب اللي بيحصل، وقال كده انا فهمت كل حاجة. وبعدها قعد مع اليكسيا وقال لها انا فهمت انك وافقتي توعدي ولد زيي من طبقة اقل منك، لانك عاوزة تهربي من موضوعك ده مع زينون، ومحتاجة حد تقدري تتحكمي فيه بسهولة. واليكسيا قالت له بالظبط كده. وكاغينو قال لها طب انا مش مهتم بحاجة زي كده، ومش حابب ابقى مصدر جذب للاهتمام اكتر من كده، ومش مهتم ان اتورط في مشاكلك. بس اليكسيا قالت له ازاي تقول كده وانت حبيبي، ورمت له عملة ذهبية. وكاغينو جرى عليها زي الكلب وقال لاليكسيا هو انت فاكراني من نوع الرجالة اللي تقدر تشتريه بالفلوس؟ واليكسيا قالت له ايوه. وكاغينو قال لها عندك حق، واخد العملة الذهبية ووافق انه يمثل دور حبيبها. وبعدها اليكسيا وكاغينو بدأ يمثلوا رومانسية قدام كل الناس. وبعد ما عدى اسبوعين على التمثيلية دي كاغينو كان راجع من المدرسة مع اليكسيا، وفي القطر كاغينو قال لها انه بيحب اسلوبها في المبارزة. واليكسيا قالت له ان اختها اريس قالت لها نفس الكلام ده في مهرجان بوشين بعد ما تعرضت لهزيمة. بس اليكسيا ما كانتش فاهمة ليه اختها بتقول كده، وحست انها بتشفق عليها مش اكتر، وده خلاها تقرأ اسلوبها في استخدام السيف. بس كاغينو قال لها انا مش بيفرق معايا حاجة، حتى لو عرفت ان في مكان تاني حصلت حادثة قتلت مليون شخص مش هتضايق. واليكسيا قالت له انت حسالة. بس كاغينو ما فرقش معاه كلامها، وقال لها لكن في حاجات الناس ممكن تشوفها تافهة وبالنسبة لي مهمة جدا وبتفرق معايا، وعلشان كده بحب اسلوبك في المبارزة. وطبعا اليكسيا اتضايقت جدا ورفعت سيفها وقالت له انت تقصد ايه بالظبط؟ وكاغينو قال لها اني بتضايق لما الناس بيختلفوا معايا على الحاجات اللي بحبها. واليكسيا قالت له فهمت ودعته ومشيت. وكاغينو قال لنفسه يظهر ان دي نهاية علاقتي اللي مش مرغوب فيها. وتاني يوم كاغينو راح للمدرسة وليه زينون ومعاه اشخاص تانيين مستنينه قدام المدرسة. وزينون قال لكاغينو ان اليكسيا ما رجعتش لسكنها من امبارح، وانهم شاكين انها اتخطفت، وبما انه اخر شخص كان على اتصال بيها فلازم يستجوبوه، وطلب منه يتعاون معاهم. بس كاغينو شاف ان الاشخاص مستعدين للقتال، وفهم انه فرطة كبيرة، وسلم نفسه لزينون على طول. وفي الوقت ده كانت اليكسيا في سجن ومقيدة باختام سحرية. ولما بصت اليكسيا لقيت بنت شبه الوحوش، وبعدها ظهر شخص وبدأ يسحب دم من ايد اليكسيا وهو بيقول دم ملكي. واليكسيا سألته عاوز ايه من دمها، والراجل قال لها انهم محتاجينه عشان يعيدوا احياء الشيطان من تاني. وفي اللحظة دي كان كاغينو بيتعرض للتعذيب عشان يعترف بمكان اليكسيا، بس كاغينو كان عاجبه التعذيب وكان بيقول لنفسه هو ده التعذيب المثالي للشخصية الثانوية، ولازم اعيش في الدور واندمج معاهم. وفضل كاغينو يصرخ ويقول ارجوكم مش عاوز اموت. وبعد 5 ايام من التعذيب إيريس اخت اليكسيا كانت متابعة التحقيقات بنفسها، وطلبت من زينون انه يحافظ على هدوء الاكاديمية لحد ما يعرفوا معلومات جديدة. وكلير كانت عاوزة تنقذ اخوها وعمالة تزعق وعاملة مشاكل في الاكاديمية. ولما إيريس شافتها قالت ان العيلة هي اهم حاجة في الوجود، وانها كانت بتفهم اليكسيا من غير ما تتكلم، لحد ما اليكسيا كبرت وكل حاجة اتغيرت. وتاني يوم افرجوا عن كاغينو ورموه في الشارع، وكاغينو مشي ورجع للمكان اللي عايش فيه، واتفاجأ هناك بألفا مستنياه وسألها عن اللي جابها. وألفا قالت له انها جات لها مكالمة وعلشان كده جات، وانه منظمتهم كبرت بشكل كبير وعرفوا معلومات عن الطائفة بتقول انهم بيخطفوا اصحاب الدم الملكي عشان ياخدوا دمهم ويعيدوا احياء الشيطان. وكاغينو سألها لو اليكسيا لسه حية، وألفا قالت له اكيد لانهم محتاجينها حية عشان يقدروا يسحبوا دمها. وكاغينو كان تعبان جدا، وألفا طلبت منه يستريح وقالت له انها تبلغه لما يستعدوا.
بنته ووعدته انهم هيحلوا القضيه دي، وكانت عاوزه تخلص على الرجاله اللي عذبوه، بس كاغينو قال لها لا لانهم كانوا بس بيعملوا شغلهم. وفي الوقت ده كانت اليكسيا لسه مقيده ومش قادره تتحرك وجسمها ضعيف جدا، والبنت اللي بتشبه الوحوش كانت بتبص عليها بطريقه غريبه. وبالليل كاغينو كان قاعد في مكان عمله بالفلوس اللي اخدها من قطاع الطرق، وجات بيتا ولقيته قاعد زي زعيم العصابه كده. وبيتا قالت له عن عددهم وقالت له ان دلتا هي اللي هتقود المقدمه، بس كاغينو ادالها جواب محضره وقال لها ده اعتذار لدلتا لان انا اللي هقود المقدمه ولازم العالم كله يعرف عننا. وبيتا كانت منبهره جدا بطريقته. وبعدها كاغينو خرج من المكان ولقى الاثنين اللي كانوا بيعذبوه مستنيينه ورموا عليه جزمه اليكسيا وقالوا له ده الدليل اللي يثبت انك خطفتها، طب مش كنت وفرت على نفسك التعذيب واعترفت؟ وكاغينو قال لهم فهمت دي لعبتكم، وقربوا هما الاثنين على كاغينو وهم بيقولوا له ما تحاولش المقاومه، بس كاغينو من غير ما يتحرك من مكانه كان خلص عليهم هما الاثنين وعلى اللي كانوا معاهم. وبدات منظمه كاغينو تتحرك ويعملوا تفجيرات في كل مكان. والراجل اللي خطف اليكسيا قال مفيش وقت لازم اتصرف قبل ما يقتلوني، وبدا يحقن البنت اللي بتشبه الوحش بدم اليكسيا وهو بيقول هوريهم عظمه الشيطان ديابلوس. وقالت له اليكسيا انا لو منك ما كنتش عملت كده، بس الراجل ما اهتمش بكلامها وكمل اللي بيعمله. وفجأة البنت بدأت تتحول لوحش كبير، واول حاجة عملتها هي انها قتلت الراجل وقالت اليكسيا انا مش قلت لك بلاش؟ وبعدها الوحش قرب على اليكسيا وكسر القيود بتاعتها، واليكسيا كانت مستغربة جدا وهربت، والوحش بدأ حجمه يزيد، لكن اليكسيا كانت هربت ولقيت حراس مقتولين واخدت منهم سيف وكملت طريقها. وفجأة لقيت زينون قدامها واليكسيا اتفاجئت وقالت له انت بتعمل ايه هنا؟ وزينون قال لها دي منشأتي السرية وانا اللي مولت بحث الراجل ده. واليكسيا قالت له طول عمري وانا مستغربة من المثالية اللي انت فيها، واتضح ان كان عندي حق. وهجمت عليه اليكسيا بالسيف وبدأت تقاتله وجرحته في ايده، بس زينون قال لها انت بتقلدي اختك ودلوقتي هوريك قوتي الحقيقية. وهجم زينون عليها وطير السيف بتاعها ورماها في المية وقال لها دلوقتي بقى تعالي معايا. بس في اللحظة دي ظهر كاغينو وقال له زينون راجل لابس اسود يبقى انت الكلب اللي كنت بتدور على المنظمة. وكاغينو قال له انا شادو اللي بيتربص في الظل عشان يصطاد في الظلال، بس زينون قال له انت مجرد شخص ضعيف وجبان وهتشوف القوة الحقيقية لشخص اساسي من الطائفة. وهجم زينون بقوة على كاغينو، بس كاغينو بعد عنه في لحظة وقال له فين العضو الاساسي اللي في الطائفة؟ انا مش شايفك ياد. فالمهم وفي الوقت ده كان الوحش بيقاتل الحراس في المدينة، وظهرت إيريس وهجمت عليه وضربته بسيفها، بس الوحش بدأ يتجدد وإيريس ضربته بقوة أكبر وقطعت دراعه، بس الوحش اتجدد مرة تانية. وإيريس قالت له فهمت المرة دي هقطعك حتت صغيرة لدرجة إنك مش هتعرف تتجدد، وبدأت تضربه بسيفها. بس فجأة ظهرت ألفا وقالت لإيريس إيه اللي بتعمليه ده؟ أنت مش شايفة إنه بيعاني؟ والوحش حاول يضرب ألفا بس ألفا طارت في السماء ونزلت بكل قوتها وهي بتقول مسكين انا عارفك انك بتعاني لكن انا هخلصك من المعاناة دي. وطلعت سيفها وضربت بيه الوحش بكل قوتها، وفجأة الوحش اتحول لبنت صغيرة ووقع منها قلادة عليها صورة أوليفار وبنته، ومسكت ألفا الصورة وبصت عليها. وإيريس قالت لها استني انت مين؟ وألفا قالت لها خليك عضوة كويسة من الجمهور واكتفي بس بالجلوس والاستمتاع بالعرض وما تتدخليش في شؤوننا، احنا حديقة الظل. وبعدها سابتها ومشيت. وإيريس استغربت من كلامها. وفي اللحظة دي كان كاغينو لسه بيقاتل زينون، وزينون قال له يظهر اني استهونت بيك بس هوريك القوة الحقيقية لفارس جولات المستقبلي. وفجأة بدأت قوة زينون السحرية تزيد وضرب كاغينو، بس كاغينو صد الضربة وزينون هجم عليه مرة تانية واستخدم كل قوته، لكن كاغينو صد السيف بسهولة وضرب زينون ورماه على الأرض وقال له ليه ما هجمتش يا فارس الجولات؟ وزينون اتضايق وهجم على كاغينو وفضلوا هما الاتنين يضربوا بعض بسرعة كبيرة. واليكسيا استغربت جدا من قوتهم الكبيرة، وزينون لما حس ان كاغينو هيهزمه اخد كبسولة وقوته زادت اضعاف وقال لكاغينو انا المستيقظ الثالث، واللي بيقدروا يسيطروا على القوة دي هم المختارين الاشخاص اللي بيستحقوا الانضمام للجولات. وهجم عليه وهو بيقول له خلينا اوريك مين الاقوى. وكاغينو صد الهجمة وقال له لو دي اقصى حاجة تقدر تعملها يبقى ما تقولش انك الاقوى. وبدأ كاغينو يوجه
ووجه له لكمات سريعة وعمل حاجز عليه هو وزينون. وزينون قال له ده سحر ولا ايه؟ وكاغينو قال له في يوم من الايام كان في ولد بيحلم يبقى قوي جدا وحتى النووي ما يأثرش فيه، وبعد سنين وسنين من التدريب قدر يوصل لحل وبيه هو النووي. وزينون قال له ايه التخاريف اللي بتقولها دي؟ انت شكلك اتجنيت. وضربه بسيفه بس السيف اتكسر وزينون اترمى على الارض وهو مش مصدق اللي حصل. وكاغينو قال له سيب المعنى الحقيقي لكلمة الاقوى تنحت في روحك، وهي دي قوتي العظيمة انا الذري. وفجأة كاغينو عمل انفجار قوي جدا خرج لسطح الارض والكل كان شايفه وتسبب في حفرة كبيرة على السطح. واليكسيا مسكت سيفها وفضلت تحرك فيه يمين وشمال، وجات إيريس وحضنت اختها واطمنت عليها، وبعدها الامور هديت. واليكسيا رجعت للمدرسة وقابلت كاغينو وقالت له انها عارفة ان زينون خلاص ما بقاش موجود، بس هي حابة تفضل علاقتهم اكتر من كده. وكاغينو ابتسم وقال لها انا مش موافق. واليكسيا اتصدمت يا عيني وكانت هتنهار. اما الفا وبقية المنظمة فكانوا عاملين اجتماع، وبيتا بتبلغ الاعضاء بالتقرير عن اخر الاخبار. وبيتا قالت لالفا ان زيتا لقيت الهدف اللي كانوا بيدوروا عليه وهتقرب اكتر عشان تشوف الموضوع، وان في قضية تانية مستعجلة. والفا مسكت ورقة مكتوب عليها حديقة الظل هتصدر حكم الموت، وقالت لبيتا هي دي. واتضح ان في اشخاص منتحلين اسم منظمة حديقة الظل وبيحاولوا يقلدوهم. اما إيريس فقررت تعيين فريق تحقيق جديد لانها بقت بتشك في كل الفرسان بعد ما اكتشفت ان زينون كان من الطائفة، وامرت 2 فرسان هي بتثق فيهم واسمهم غيلين وماركو انهم يكونوا جزء من خطتها علشان يقدروا يمسكوا كل اعضاء الطائفة. وإيريس ورت لهم ميدالية شكلها غريب وقالت لهم ده الدليل الوحيد اللي معانا، لكن الاول لازم نلاقي شخص يقدر يفك رموز وظائفها. وفي الوقت ده كانت في بنت بتقرا عن الشيء ده، وفجأة خبطت في كاغينو اللي كان كله ضرب بعد ضرب إليكسيا ليه واترمت على الارض. وكاغينو اعتذر لها ومد ايده علشان يساعدها، والبنت كانت بتبص لكاغينو باعجاب كبير ومسكت ايده وقامت من مكانها. وبعدها إيريس قابلت البنت اللي خبطت في كاغينو واسمها شيري برنيد، وورت لها الميدالية اللي كانت معاها وقالت لها انهم صدروها من منشأة تابعة لمنظمة طائفة ديابلوس، وطلبت مساعدتها في فك رموزها. وشيري قالت لها بس انا مجرد طالبة، لكن إيريس قالت لها احنا سمعنا ان انت احسن باحثة في المجال ده. وابو شيري قال لبنته ان دي فرصة كويسة ولازم تقبليها، وفي يوم من الايام ابحاثك هتسافر حوالين العالم. وطلب منها تآمن بنفسها وقال لها ان لو في حد هيقدر يعمل كده فهو انتي. واتشجعت شيري جدا وقالت لإيريس انها موافقة. وإيريس قالت لها هيقلك فارس يحميكي عشان لو حصلت حاجة مش متوقعة. وإليكسيا طلبت من اختها انها تشترك هي كمان لانها عاوزة تعرف هدفهم وهم مين بالظبط. وإيريس وافقت على طلب اختها وشرطت عليها انها ما تقربش للخطر. وفي الوقت ده كان كاغينو بيتمشى مع اصحابه وظهرت قدامهم واحدة وطلبت من كاغينو انه يعمل استطلاع لمحل، وراح كاغينو معاها بس البنت فضلت ماشية. وكاغينو استغرب وسألها هم رايحين فين، والبنت ما ردتش عليه لحد ما كاغينو وصل للسطح، وهناك ليه غاما اللي رحبت بيه وقالت له كنا مستنيينك وصولك لمؤسستنا. وكاغينو قال لنفسه ان غاما عبقرية لانها عملت المكان ده، بس في اللحظة دي غاما وقعت من على السلم وشكل كاغينو حسدها. فالمهم بعدها كاغينو قعد على كرسي وغاما والباقيين كانوا بيقدموا احترامهم، وكاغينو كان مبسوط وحس نفسه ملك زمانه. وغاما قالت له على الاشخاص اللي بينتحلوا هوية المنظمة، وكاغينو فضل يفكر ويشك ان إليكسيا ممكن تكون منهم. وقال لغاما انا عندي فكرة هم مين وهتحقق من الموضوع ده. وغاما قالت له تقدر تاخد معاك البنت الجديدة هي نيو عشان تساعدك. وكاغينو قال لها هتصل بيها لو احتجتها. وفي الطريق كاغينو كان راجع مع اصحابه وبالصدفة سمع صوت سيوف بتخبط في بعض، وقال لاصحابه انه لازم يدخل الحمام ضروري لانه مش قادر يستحمل. واصحابه قالوا له احنا هنفضل نحبك حتى لو عملت حمام على نفسك، وودعوه مشوا في لقطة مؤثرة. فالمهم وكاغينو راح ناحية صوت السيوف ولقى إليكسيا بتقاتل 3 اشخاص بيقولوا انهم من منظمة حديقة الظل، وواحد منهم ضرب إليكسيا بسيفه وكان هيقضي عليها، بس كاغينو اتدخل وانقذ الموقف وقتل واحد منهم. وقال الدجال اللي بينتحل اسم حديقة الظل هتدفع حياتك الثمن. والرجلين هربوا من المكان بسرعة، وإليكسيا سألت كاغينو اللي بيحارب ضده وايه هو هدفه. وكاغينو
وكاغنو قال لها ما تتدخليش وساب المكان ومشي، وراح ورا الرجلين اللي هربوا وقتل واحد منهم. وفي اللحظة دي ظهرت نيو وقالت لكاغنو سيب الباقي عليا، وكاغنو قال لها ماشي وساب المكان ومشي. والراجل هجم على نيو، بس نيو ضربته بسيفها ورمته على الارض وقالت له انا مش متسامحة زي الرئيس شادو. وتاني يوم اليكسيا راحت لإيريس وقالت لها ان الاشخاص اللي كانوا بيقتلوا ملهمش علاقة بحديقة الظل وكانوا مجرد منتحلين، وسألتها مين اللي بتعتبره عدوها الحقيقي، طائفة ديابلوس ولا حديقة الظل؟ وإيريس قالت لها الاتنين، لان مش هقبل ان حد يتسبب في انتشار الفوضى في مملكتي. وفي الوقت ده كان كاغنو مع اصحابه وكل واحد منهم كان بيعترف للبنت اللي معجب بيها بشعوره، بس طبعا كانوا بيتكسفوا. وكاغنو كان معاه علبة شوكولاتة زيادة ومش عارف يديها لمين، وقال لنفسه انا هديها لاول حد صدفه، وليه قدامه شيري واداها لها. وشيري اخدت منه العلبة ورجعت لبيتها. وبالليل ابوها شاف معاه علبة الشوكولاتة وسألها مين اداها لها، وشيري قالت له ده ولد معايا في الاكاديمية. وابوها قال لها ده اكيد الحب من النظرة الاولى، واكيد هو مستني اجابتك. وسألها لو خلصت تفكر رموز الحاجة اللي معاها، وشيري قالت له لسه. وابوها قال لها انا محظوظ ان معايا بنت زيك، بس شيري قالت له انا اللي محظوظة لانك اتبنتني. وابوها قال لها امك كمان كانت باحثة ممتازة وبذل جهدك. وتاني يوم كاغنو راح للاكاديمية وكان في مهرجان قتالي وصاحبه اشترك له فيه، واول مباراة كانت مع كلير وطبعا فازت فيها. وكاغنو دخل الجولة الاولى وكانت ضد اميرة اسمها روز اوريانا، واكيد كاغنو كان بيفكر في ازاي يخسر، وقال لنفسه كل المهارات اللي اتعلمتها هقدر استفيد منها. وبدأ القتال وكاغنو وروز هجموا على بعض، وكاغنو ساب روز تضربه ومثل انه اتصاب واترمى على الارض وهو بيقول لنفسه هي دي الشخصية الثانوية المثالية. والحكم كان هيعلن عن فوز روز، بس كاغنو قام من مكانه مرة تانية وقال انا لسه هقاتل. وكاغنو هجم على روز وروز هجمت عليه، بس طبعا كاغنو مثل انه اتصاب مرة تانية واترمى على الارض، والمفروض يخلص الموضوع على كده. بس كاغنو صمم انه يأكد للكل انه ضعيف، وفضل يقوم يقاتل ويتغلب وهكذا لحد ما عمل الموضوع ده 12 مرة. وروز قالت يظهر اني استهونت بخصمي، وبدأت تظهر قوتها الحقيقية وهجمت على كاغنو وكانت هتخلص عليه، بس الحكم اتدخل وانقذ الموقف وقال لكاغنو لو ما فضلتش مكانك هتموت، واعلن عن فوز روز. وطلع كاغنو على نقالة، وبعدها كاغنو ليه قدامه شيري، وشيري عزمته يشربوا حاجة. ولما كاغنو راح معاها شيري عرضت عليه انهم يبقى اصحاب، وكاغنو قال لنفسه ان ده مش هيضره في حاجة وافق. بس شيري ندهت على ابوها وقالت له ان كاغنو وافق نبقى اصحاب. ولما كاغنو شاف ابوها قال لنفسه ده يبقى مساعد اكاديمية ادغار للعلوم وممارس قوي جدا، والمفروض انه في قائمة الاشخاص اللي ما ينفعش اتعامل معهم ابدا لو عاوز ابقى مش معروف. وكاغنو حس نفسه اتورط الغلبان. وابو شيري قال لكاغنو ان شيري بتعمل ابحاث عن قطعة اثرية مهمة وعلشان كده ما عندهاش اصحاب، وطلب منه يعملها كويس. وكاغنو قال لنفسه يظهر انه مش هقدر اقول لهم حاجة دلوقتي، بس ممكن استخدم اصابتي كعذر عشان افضل بعيد عنهم. وبالليل شيري كانت بتفكر في كاغنو وراحت لأليكسيا وسألتها لو هي لسه على علاقة بيه، وأليكسيا قالت لها انهم انفصلوا وانهم ما كانوش اصلا في علاقة من البداية. وقبل ما أليكسيا تكمل كلامها شيري نطت من الفرحة وشكرتها وقالت لها ان هي وكاغنو بقوا اصحاب، وانها ما كانتش عارفة تركز في البحث بسبب تفكيرها في الموضوع ده. وأليكسيا كانت يا عينها هتموت من كتر الغيظ. وتاني يوم كاغنو كان قاعد في الفصل وكانت شغالة انتخابات مجلس الطلاب، وروز هي اللي مشرفة عليها. وفي الوقت ده كان في فارس من طائفة ديابلوس واسمه الفارس الهزيل استخدم أداة غريبة وفعل حاجز حوالين الأكاديمية كلها. وأليكسيا كانت برا الأكاديمية، ولما جات تدخل لقيت الحارس مقتول وفهمت ان في حاجة بتحصل. اما كاغنو فلاحظ انه مش قادر يستخدم سحره وبص حواليه ولقى الكل بيتعامل عادي واستغرب جدا وقال ازاي مفيش حد حاسس باللي حصل. وفجأة هجم اشخاص على الفصل اللي فيه كاغنو وقالوا انهم من حديقة الظل وانهم استولوا على الأكاديمية، وامروا كل الموجودين يفضلوا في اماكنهم. وروز قالت له شكلك مش فاهم نوع المكان اللي انت فيه، وانك تستولي على أكاديمية مدغار فرسان الظلام فانت اكيد ما عندكش عقل. بس الفارس الهزيل قال لها ابعدي سلاحك، وروز قالت له انا برفض. والفارس قال لها يبقى خليك عبرة للباقيين، وبدأ يستخدم سحره.
وروز هي كمان بدأت تستخدم سحرها، بس فجأة سحرها اختفى وروز استغربت وقالت ايه اللي بيحصل. والفارس قال لها اخيرا فهمتي، بس فهمت متأخر، وهجم على روز بسيفه وكسر سيفها وقال لها من غير سحر ما تقدرش تتفادي سيف فارس الهزيل، يا ترى محدش علمك كده؟ والفارس رفع سيفه علشان يضرب روز، بس فجأة كاغنو اتدخل وانقذها واخد هو الضربة مكانها واترمى على الارض سايح في دمه. وفلاش باك لكاغنو وقت ما كان الفارس بيتكلم مع روز، وكان في اللحظة دي كاغنو بيقول لنفسه دي اللقطة المثالية لأي شخص، وهي ان ارهابيين سيطروا على المدرسة ولازم استغل الفرصة دي واكون اول واحد يتقتل على ايدي الارهابي. وده اللي خلى كاغنو ينقذ روز. وطبعا روز كانت متأثرة جدا من اللي عمله كاغنو وقالت انا كده فهمت، انت كنت بتحاول تنقذني وشكلك بتحبني لدرجة انك تضحي بحياتك علشاني، وكانت بتبكي. وكاغنو الاهبل عامل نفسه ميت. وبعد ما اعضاء الطائفة اخدوا كل الطلاب في مكان واحد، كاغنو امن مكانه وقال تمت بنجاح التقنية السرية للشخصية الثانوية، 10 دقائق من الموت المؤقت، وانا استخدمت السحر عشان اتحكم في تدفق دمي واقدر احافظ على تدفق الدم المنتظم لعقلي حتى بعد ما وقفت نبضات قلبي. وخطوة واحدة غلط وكنت اتكلت على الله، ودي خطوة خطيرة جدا، لكن كشخصية ثانوية في اوقات لازم اعمل فيها اللي المفروض اعمله حتى لو ده كان ممكن يقتلني. ومع اني لسه مش قادر استخدم سحري، بس لو حاولت الخيوط السحرية وخليتها رفيعة هقدر استخدمها. وفعلا كاغنو قدر يعالج جراحه بالخيوط. وفي الوقت ده شيري كانت فاضتها ومش حاسة باللي بيحصل. ولما خلص الزعيم قال لي اقدر اعمل اي حاجة انا عاوزها، فلو فهمتيني ده هيسهل عليا الموضوع. وطلع ريكس سيفه وهجم على شيري، بس في اللحظة دي دخل الفارس اللي مكلف بحماية شيري وانقذها. وريكس سأل هو مين، والفارس قال له انا غلين نائب قائد الفرسان القرمزيين. وغلين ندى على فارس تاني اسمه ماركو، وماركو قال له موجود وطلب من شيري انها تهرب، وهو بدأ يقاتل ريكس. وطلعت شيري تجري من الأوضة، أما كاغنو فطلع على سطح الأكاديمية وكان بيتفرج على اللي بيحصل من بعيد، وطلع السلايم بتاعه واستخدم سحره وبدأ يقتل في فرسان الظلام. وكاغنو شاف شيري وهي بتحاول تهرب، بس فارس ظلام حس بيها، وشيري كانت بتحاول تستخبى، بس كاغنو قتل الفارس وقال هو انت فاكر انك كده مستخبية؟ وشيري كملت طريقها. وكاغنو قال لنفسه حواسي كشخصية ثانوية بتقول ان القصة الرئيسية بتتقدم، ولما يوصل السيناريو للحظة المهمة البارس في الظل هيظهر. ونط كاغنو من على السطح وهو بيقول عملت حاجة تانية كان نفسي فيها. وشيري كانت مكملة طريقها ومعاها الأداة الأثرية، وكاغنو كان بيراقبها وبيأمن لها الطريق من غير ما تاخد بالها. وكل ما كان بيحاول يقرب منها فارس ظلام كاغنو بيخلص عليه. وشيري كانت عاملة نفسها بنت مفيش زيها وبتحاول تتحرك بهدوء، بس من غير ما تقصد كانت هتقع من على السلم. وفي اللحظة دي اتدخل كاغنو ومسكها واخدها المكان آمن، وكان بيقول لنفسه لحد دلوقتي انا قتلت 5 اشخاص. يظهر ان شيري فعلا الشخصية الرئيسية. وبعدها شيري قالت له انها عرفت ايه هي الاداة اللي معمول بيها الحاجز السحري اللي بيختم السحر، وورت له صورتها وقالت له انها قطعة اثرية اسمها عين الجشع، وبتستخدم لامتصاص اي سحر من اي فارس ظلام او عنصر سحري ضمن طاقة فعاليته وبيخزنه مؤقتا. وعلشان كده صعب تشكيل اي طاقة سحرية وهي موجودة في محيطها. بس كاغنو قال لها ان الرجال اللي كانوا لابسين لبس اسود كانوا بيستخدموا السحر من غير اي مشكلة. وشيري قالت له ان الاداة دي ممكن تتبرمج وما تمتصش ترددات سحرية معينة. وكاغنو قال لها انا فهمت دلوقتي، يعني هو بيمتص اي سحر ما تسجلش في ذاكرته. وشيري قالت له انا مش متأكدة، بس ما اعتقدش انه ممكن يمتص الاثار السحرية اللي ما يقدرش يكتشفها. واكيد التعويذة القوية اللي بتتجاوز قدرة القطعة الاثرية هتكون اكتر من اللازم بالنسبة لها، لكن ما فيش انسان على قيد الحياة بيقدر يستخدم النوع ده من السحر. وكاغنو قال لها اكيد. وشيري قالت له ان عين الجشع كمان بعد ما بتسحب الطاقة السحرية كلها بتطلعها دفعة واحدة، وبما ان الطلاب كلهم دلوقتي متجمعين في مكان واحد فممكن عين الجشع تسحب السحر كل اللي محتاجاه وتطلعه كل مرة واحدة، وده هيتسبب في انفجار الأكاديمية كلها. وبعدها طلعت شيري القطعة الأثرية اللي اديتها لها أريس، وقالت لكاغنو ان القطعة الأثرية دي هي وحدة التحكم في عين الجشع، وانها كانت بتفك
تشفيرها واخيرا اكتشفتها. وفي الاصل كان المفروض استخدام عين الجشع مع القطعة دي كقطعة اثرية للتخزين السحري طويل المدى. وكاغنو قال لها يعني انت بتقول ان القطعة دي تقدر تمنع عين الجشع من اطلاق مخزنها؟ وشيرا قالت له بالظبط كده، القطعة دي بتقدر تخزن الطاقة السحرية وتعالجها بسهولة، ولو قدرنا نعيد انشاء التكنولوجيا بتاعتها هنقدر نلاقي الحل البديل. وكاغنو قال لها طب ودلوقتي هنعمل ايه؟ وشيرا قالت له لما اخلص فك تشفير القطعة الاثرية دي هنتوجه للقاعة الرئيسية في الطابق السفلي، لان كل مرافق الاكاديمية متصلة من خلال سلسلة من الانفاق علشان يتم استخدامها كطريق هروب في حالات الطوارئ. ولو قدرت انشط القطعة الاثرية دي واخليها قريبة من عين الجشع المفروض القطعة توقف عين الجشع عن العمل. وكاغنو قال لنفسه ان دي خطة كويسة اكتر ما كنت متوقع، مع ان الجزء الاخير ضعيف شوية، بس ده المفروض يديني فرصة عشان اعمل شوية مشاكل كشادو. بس شيرا قالت له انها سابت كل الادوات اللي محتاجاها عشان تظبط القطعة الاثرية في المختبر. وكاغنو قال لها انا ممكن اجيبها لك، بس شيرا قالت له انت مصاب مش هتقدر تعمل كده. وكاغنو قال لها انا اصلا عاوز اروح الحمام والمختبر في طريقي. وفي الوقت ده ريكس كان بيتكلم مع الفارس الهزيل، والفارس ساله عن القطعة الاثرية، بس ريكس قال له انها مع البنت وانه ما جابهاش لسه. والفارس اتعصب وقال له ده مش وقت تصرفات العيال وانا محتاج القطعة دي. وريكس قال له من غير ما تتعصب انا هجيبها لك دلوقتي. وقال له كمان ان في حد قتل فرسان من عندهم. والفارس الهزيل قال له اكيد ده يبقى من حديقة الظل. وريكس قال يبقى الاحسن انك تراقب خطواتك، وسابه ومشي. والفارس الهزيل قال لنفسه انت بتقول لي المفروض اراقب خطواتي؟ واخيرا هتتحقق كل طموحاتي وارجع لفرسان الجولات. واتحرك ريكس مع 4 فرسان، بس فجأة اتسحبوا الفرسان من جنبه. وريكس استغرب وبص وراه وليه قدامه كاغنو، بس ريكس بعد عنه وحط حاجز شبكي حواليه وقال له مش هتعرف تقرب لي بالحاجز ده، ولو قربت الحاجز هيقول لي على مكانك وهقتلك فورا. بس قبل ما ريكس يكمل كلامه كاغنو كان دخل اصلا للحاجز وضرب ريكس ورماه بعيد. وريكس ملحقش يتحرك من مكانه واخد الضربة التانية واترمى بعيد، بس حاول يقوم من مكانه وهو بيقول انا هوريك ازاي تدخل لشبكتي. بس فجأة ريكس بص حواليه وليه فرسان ظل كتير مقتولين وما كانش مصدق اللي شايفه، وواقف مصدوم. وكاغنو اداله ضربة في وشه وخلص عليه. وبعدها راح كاغنو على المختبر وكانت نيو موجودة هناك، واغلينو وماركو متصابين. وكاغنو سألها بتعمل ايه؟ ونيو قالت له ان ماركو كان خطيبها وان بقية اعضاء حديقة الظل دخلوا الاكاديمية ومستنين الاوامر، لكن الهجوم لما بيكون السحر مختوم بيتسبب بمخاطر جسيمة، والظلال السبعة بس اللي هيقدروا يقاتلوا بمستوياتهم العادية. لكن الشخص الوحيد الموجود حاليا في العاصمة هي غاما، والنوع ده من المهمات هي مش قوية فيه، وان غاما اتولت القيادة العامة وبتتوقع ان القيود المفروضة على القوة السحرية هيتم رفعها، وان مفيش اي حركات من الطائفة. ودلوقتي بعد ما ختموا سحر خصومهم هيستغلوا اقصى استفادة منهم عشان يبنوا دفاعاتهم. اما بالنسبة للفرسان الوحيدين اللي هيكون ليهم اي نفع في المعركة هتكون الاميرة ايريس وكبار ضباط التعزيزات. ويظهر ان عندهم اختلاف في الرأي حوالين اللي هيتولى القيادة، وده ممكن يكون بسبب اعتراضات من القصر. وكاغنو قال لها فين. وبعدها كاغنو جمع كل اللي شيري محتاجاه ونيو ساعدته، وبدأت شيري تظبط الاداء. وبعد ما خلصت فتحت طريق مخفي للانفاق وقالت دلوقتي اقدر اروح وانقذ والدي. وفي اللحظة دي افتكرت شيري لما كانت صغيرة وشافت امها بتتقتل قدام عينها. ويوم الجنازة نائب الرئيس لوسورا برنيت راح لها وقال لها ان امها كانت صاحبة عزيزة عليها وكانت باحثة محترفة، وعلشان كده هو قرر يتبناها من دلوقتي. وشيري فضلت عايشة معاه. وكاغنو قال لشيري مفيش دلوقتي حاجة بايد اعملها، الامر كله بقى معتمد عليكي، روحي وانقذ العالم. وشيري قالت له هبذل قصارى جهدي، ونزلت في النفق. وفضلت شيري تتحرك لحد ما وصلت للمكان اللي فيه الفارس الهزيل والطلاب، وفعلت الاداة اللي معاها ورمتها ناحية الفارس الهزيل. وفجأة الاداة بدأت تلغي مفعول عين الجشع والختم السحري بدأ يتلاشى. واول ما روز حست ان سحرها ابتدى يرجع هجمت على فارس الظلام وقتلته. والطلاب اتحركوا هم كمان وابتدوا يقتلوا الفرسان. ولما الفارس
الفارس الهزيل ليه كده امر فرسانه يقتلوهم، وابتدى القتال بين الفرسان وبين الطلاب، وهجمت راز على فارس وقسمته نصين، واتجمع حوالينها فرسان تانيين. وفجأة ظهر كاغنو وقال لها احسنتي يا سيدة السيف الجميلة، وروز كانت بتبص له بانبهار. وبعدها ظهر الباقي من اعضاء حديقة الظل وهجموا على الفرسان وبدأ يقتلوهم. وروز قالت للطلاب لازم نستغل الفرصة دي انقلوا المصابين بسرعة. وكاغنو اخد باله ان الفارس الهزيل بيحاول يهرب، وشيري كانت بتدور على برنيت وسط الطلاب، لكن انتشرت النار في كل مكان. ولما كاغنو بص على الفارس لقيه بيلعب في مؤشرات الحرارة بتاعت الأكاديمية، وهرب الفارس الهزيل من المكان. وروز والباقيين طلعوا من الأكاديمية، وإيريس سألت روز عن اللي حصل، وروز قالت لها ظهر أشخاص وقالوا إنهم من حديقة الظل وخلصوا على الإرهابيين اللي مسمين نفسهم بنفس الاسم. وإيريس ما كانتش فاهمة حاجة. وفي الوقت ده الفارس الهزيل كان في الأوضة بتاعت شيري ولع في الكتب. وفجأة ظهر كاغنو قدامه وقال له ليه لابس الزي ده يا مساعد المدير لصورة برنيت. وشال الفارس الهزيل القناع من على وشه واتضح انه فعلا برنيت. وقال له انت ازاي عرفت؟ وكاغنو قال له نظرة واحدة كانت كفاية. وبرنيت قال له انت عندك عين كويسة. وكاغنو سأله ليه عمل كل ده مع انه من النوع اللي بيهتم. وبرنيت قال له في مرحلة من حياتي وصلت لقمة عالم القتال بالسيف، وده كان قبل حتى ما انت تتولد. وكاغنو قال له انا سمعت انك فزت في مهرجان بوشين القتالي. بس برنيت ضحك وقال له القوة الحقيقية اعلى بكتير من ده، ومع ان شك انك هتفهم اي حاجة من اللي بقولها، لكن بمجرد ما وصلت للقمة مرضت، وكل المجد اللي كافحت عشان احققه راح في لحظة. وبعدها بدأت ادور على طريقة علشان اعالج مرضي، ولقيت امكانية في قطعة اثرية معينة، وكان في باحثة اللي هي تبقى ام شيري، وكان عالم الاكاديمية بيحتقرها لانها ذكية جدا. وانا مولت بحثها وكونا علاقة كويسة. وبعد كده لقيت اخيرا الاداة اللي كنت مستنى الاقيها، لكن الست الغبية قالت ان عين الجشع خطيرة، واقترحت عليا ان اسلمها للحكومة عشان تحفظها، وعلشان كده قتلتها وقطعتها لشرايح. وشيري ما كانتش تعرف ابدا ان انا اللي قتلت امها، وتولت هي البحث من بعدها. وكاغنو قال له انا عندي مشكلة واحدة في كل اللي قلته، هو انت فعلا استخدمت شيري لغايتك الانانية؟ وبرنيت قال له اكيد. هو انت متضايق؟ بس كاغنو قال له مش عارف، انا بميز بشكل واضح بين ايه هو المهم بالنسبة لي وايه هو اللي مش مهم. ولما بيعيشوا الناس حياتهم بيجمعوا الحاجات اللي ليها قيمة بالنسبة لهم وبيكونوا صداقات وبيشتغلوا، لكن انا عكسهم، وكل اللي اتبقى ليا هو اللي ما قدرتش اعمله ابدا، وعلشان كده انا مش مهتم باي حاجة تحصل لاي حد. بس برنيت قال له تقصد انك مش مهتم باللي حصل للام وبنتها؟ لكن كاغنو قام من مكانه وقال له خلاص مفيش وقت الرغي ده، وهجموا هما الاتنين على بعض في وقت واحد. بس برنيت بضربة واحدة كسر له سيفه ورماه بره الشباك، وقال كده الموضوع خلص. بس فجأة ظهر كاغنو تاني وهو لابس لبس منظمته، وبرنيت قال شادو انا زيك راجل عايش للسيف، واقدر اقول حاجات كتيرة لما بتواجه مع اي خصم، بما في ذلك اني في وضع لا يحمد عليه دلوقتي. وطلع برنيت من جيبه الاداة السحرية وقال لكاغنو انا اسف بس انا هقدم كل اللي عندي في البداية. وبدأ برنيت يعمل دمج بين عين الجشع ووحدة التحكم الخاصة بيها. وفجأة قوة برنيت بدأت تزيد اضعاف، وهجم على كاغنو بسيفه. بس كاغنو صد هجومه، وحاول برنيت ان يضربه من ناحية تانية، بس كاغنو صد كل الهجوم وضربه بسيفه واصابه في كتفه. وهجم برنيت عليه وقال له مش مهم مدى قوتك لان الموضوع انتهى بالنسبة لي، واخدت كل الترتيبات اللازمة علشان اتأكد انك هتاخد اللوم على كل اللي حصل، وحضرت الادلة وشهادات الشهود، ودلوقتي هيتم تصنيفك على انك خاين وهيطردك العالم كله ومش هينفعك اي قدر من القوة. بس كاغنو قال له ده مضحك جدا، تفتكر ان حاجة صغيرة زي دي معناها ان الموضوع انتهى بالنسبة لنا؟ ومنظمتي من الاساس ما كانتش ماشية في طريق العدالة، لكن احنا مش بنمشي في طريق الشر، واحنا بنتحرك بس في طريقنا. ولو كنت تقدر تعمل كده فاستمر وارمي عليا ذنب كل جرائم العالم ده، وانا هقبل اللي بيحصل بسرور، لكن ده مش هيغير حاجة، وبرضه هنعمل اللي مفروض نعمله. وبرنيت قال له يعني انت مش همك اي حاجة؟ دي فعلا غطرسة، وهجم عليه بقوة كبيرة. بس كاغنو
ضربه بسيفه وقدر انه يسيبه، وبدأ يضرب فيه لحد ما كسر الأداة السحرية وقضى عليه، واترمى برنيت على الأرض، وكاغنو اتحرك من مكانه. بس شيري وصلت وشافت برنيت هو مرمي قدامها، وفضلت تبكي وتقول أبويا، وكاغنو ساب المكان ومشي. وتاني يوم ألفا شافت أخبار بأن شادو مطلوب بتهمة القتل الجماعي والخطف والحرق المتعمد والسرقة، وقالت بتريقة ده فعلا شخص شرير. ودلتا قالت لها ان كاغنو قال انا هقبل بكل سرور ذنب كل جرائم العالم ده، لكن ده مش هيغير حاجة. اما كاغنو فعرف ان الاكاديمية ادتهم اجازة صيفية بدري شوية على ميعادها بسبب اللي حصل، واتضايق. وبعدها لقوا قدامه شيري، وبدا هما الاتنين يتكلموا مع بعض، وشيري شكرته على اللي عمله وعلى مساعدته ليها، وقالت له ما بقاش في حاجة تربطني بالمكان ده دلوقتي، وكنت اتمنى لو قدرت اعرفك بشكل احسن. وشيري ودعت كاغنو ومشيت، واخر حاجة سألها عليها كاغنو ايه اللي هتعمله بعد كده، وشيري قالت له ان ده سر، وركبت العربية واتحركت. ورجع كاغنو لبيته وكان حاسس بملل شديد ومش لاقي حاجة يعملها، لحد ما جات له رسالة من ألفا بتقول له فيها انها عاوزاه يروح للارض المقدسة. وفلاش باك لروز وقت الحادثة، وروز بعد ما طلعت الطلاب بره راحت للعيادة تطمن وتشوف المصابين، وفضلت تدور على كاغنو ولقيته موجود وجسمه كله مربوط. وروز مسكت ايد كاغنو وهي متأثرة وقالت له انت اديتني حياتك وانا هديلك قلبي. ونرجع تاني من الفلاش باك، وكاغنو كان قاعد في القطر مع روز وفي طريقه للارض المقدسة لمدوبرم، وكانت روز ماسكة في ايده وقالت له قدامنا يومين ونوصل للارض المقدسة، علشان كده خلينا نسترخى ونستريح على ما نوصل. وكاغنو قال لنفسه كان ممكن اوصل هناك في غمضة عين، وكانت فكرة وحشة ان اخد مقعد من الدرجة الاقتصادية في القطر زي اي شخصية ثانوية، وكمان اقابل روز في المحطة وتقول لي انها رايحة للارض المقدسة وتصمم اننا نروح مع بعض. وروز قالت لكاغنو اعتقد انك رايح لمحاكمة الالهة كمان مش كده؟ وكاغنو قال لها اكيد، وقال لنفسه اعتقد ان ده اللي خلى الفا تستدعيني. وروز قالت له احنا اكيد طريقنا هيبقى مليان بالصعوبات، بس لو قدرت اجتاز محاكمة الالهة هكون قادر اتكلم مع والدي عن الشاب الشجاع. وبعد ما كاغنو قدر يهرب من روز يومين ويفضل بعيد عنها، وصلوا هما الاتنين للارض المقدسة وبدأوا يتمشوا. وهناك روز لقيت كاتبتها المفضلة ناتسومي موجودة وبتمضي للمعجبين، وروز فرحت جدا وقالت لكاغنو، وكاغنو راح يشوف الكتب اللي مؤلفاها ناتسومي واستغرب من اسمائها، وقال معقول ممكن تكون دي صدفة وفي شخص تاني تم تجسيده زيي. وبعدها قرب كاغنو من ناتسومي واتضح انها بيتا، وقال لها كاغنو انت بتعملي ايه هنا؟ بس بيتا قالت له هات الكتاب علشان امضيه. وكاغنو ادالها كتاب، وبيتا كتبت فيه حاجات ورجعته له، وقالت له ان الكتاب ده جواه كل التفاصيل المهمة. وبعدها كاغنو راح قاعد في مكان مع روز، وروز ورت له الامضاء بتاع ناتسومي، وفتح كاغنو كتابه. وروز استغربت لما لقيت كلام مكتوب بلغة قديمة، وكاغنو سألها لو تعرف تقرا اللغة دي، بس روز قالت له انها تعرف حروف بس، وان الكلام مختصر جدا وصعب تقدر تترجمه. وسألته ليه الكاتبة كاتبة كلام باللغة دي، وكاغنو قال لها لانها حاجة ظريفة جدا. وروز استغربت وفضلت ساكتة. وتاني يوم كاغنو كان بيستحمى، وبالصدفة لقى أليكسيا وسألها بتعمل ايه هنا في المدينة، وقالت له أليكسيا انها ضيفة المحاكمة الالهية، وسألته هو بيعمل ايه، وكاغنو قال لها انه جه هنا الحاجة لسه ما يعرفهاش، بس شاكك ان الموضوع له علاقة بالمحاكمة الالهية. وسألها ايه هي المحاكمة الالهية، وأليكسيا قالت له ان محاكمة الالهة هو عبارة عن حدث سنوي بيتعمل في يوم من ايام السنة، وبيتفتح فيه باب الحرم وبتحصل طقوس قتالية، والمحاربين القدماء بيستيقظوا وبيخرجوا من الحرم عشان يتقاتلوا ضد المنافسين. واستغرب كاغنو وقال لها يعني بيتقاتلوا ضد الاشباح، وقال لنفسه يا ترى هو ده اللي كانت بتتكلم عنه الفا. وقالت له أليكسيا لو عاوز تقدم فيها فالوقت خلص خلاص، والمحاربين القدماء مش بيستجيبوا لنداء المنافسين اللي بيشوفوهم غير قادرين، وكل سنة بيجرب مئات الاشخاص حظهم لكن بيفشلوا. وعلى الرغم من ده فمن كام سنة جه فارس رحالة اسمه فينوم واتقاتل مع البطل اوليفيه، بس مع ذلك مفيش تأكيد ان البطل اللي تم استدعائه هو اوليفيه الحقيقي. وقالت له انها ما جاتش هنا علشان تقاتل، لكن في حاجات اهم تعملها
عليها، ورئيس الأساقفة في الكاتدرائية هنا اتقتل، وكانت في دايما إشاعات وحشة بتدور حواليه، وعلشان كده أنا جيت هنا أفتش عنها. وبعد ما كاغنو عرف المعلومات دي ساب المكان ومشي، والباقي مضطرين ما نقولش عليه. فالمهم، وتاني يوم كان كبير الأساقفة بالنيابة جاك نيلسون بيبدأ الفعاليات، وأليكسيا كانت بتبص عليه ومتضايقة جدا، وبتقول لنفسها على الأقل كنت اديت لنفسك وقت للحداد. وافتكرت في اللحظة دي لما راحت لجاك عشان تتكلم معاه في موضوع اختفاء رئيس الأساقفة، بس جاك رفض يتكلم معاها وطلب منها ما تتدخلش، وقال لها سيب أمور الكنيسة جواها زي ما كنتم دايما بتعملوا، وأنا هبعت رسالة للملك بنفسي عشان يوقف أي تحقيقات. وبعد ما أليكسيا افتكرت ده قالت يظهر إن أنا لازم أرجع تاني وآخد الإذن من الملك عشان الفرسان يقدروا يعملوا التحقيق، ومن الواضح إنه هيتم التخلص من كل الأدلة المهمة في وقت رحيلي. لكن أنا مش عاوز أفسد العلاقات بين العيلة المالكة والتعاليم الإلهية. وفي الوقت ده ابتدت محاكمة الآلهة وسط هتافات كل الموجودين، وبدأ يدخلوا الفرسان عشان يشوفوا لو هيقدروا يستدعوا محارب قديم ولا لا. بس كل فارس كان بيدخل كان بيفشل، وكاغنو كان بيتفرج على اللي بيحصل وبيقول لنفسه يظهر ان محدش هيقدر يعمل استدعاء، لحد ما فجأة اتندى على اسم كاغنو، وكاغنو اتصدم وما كانش عارف يعمل ايه، وكان بيفكر يا ترى يهرب ولا يبين قوته الحقيقية، لحد ما جات له فكرة وقرر يرتجل ولفت نظر كل الموجودين بضوء في السماء. وبعدها ظهر كاغنو على انه شادو مقاتل الظل، وجاك وكل الموجودين ما كانوش مصدقين اللي حصل، وجاك قال له هدفعك الثمن اللي انت عملته ده غالي. وفي اللحظة دي كاغنو بدأ يظهر قوته الحقيقية، وفجأة ظهرت واحدة من المحاربين القدامى واسمها أورورا ساحرة الكوارث. وقال جاك ده مستحيل، ازاي ده حصل؟ وأليكسيا كانت مش عارفة مين هي أورورا، بس بيتا قالت لها ان الساحرة دي اتسببت قبل كده في دمار العالم، وعلشان كده مفيش اي حاجة مكتوبة عنها. وجاك اكد على كلام بيتا وقال ان ده صحيح، وانها حاجة غريبة ان أورورا تظهر قدام شادو. وابتدى القتال بين كاغنو وأورورا، وأورورا كانت بتهاجم بقوة كبيرة، بس كاغنو كان بيتفادى كل هجماتها وبيتحرك بسرعة، وقدر انه يلغي كل هجماتها، وصل لها وضربها بسيفه وهو بيقول كنت اتمنى ان اقتلك وانت بكامل قوتك. وأورورا اتهزمت واختفت وسط ذهول كل الموجودين، بس فجأة ظهر باب شكله غريب، وألفا اللي كانت بتتفرج على اللي بيحصل من بعيد قالت يظهر ان الحرم استجاب لدعوة شادو. وبعدها كاغينو ساب المكان ومشي، بس الباب بدأ يظهر له لحد ما كاغينو قرر يدخل جواه. اما جاك فبدأ يطلع كل الموجودين وقال ان في خطر عليهم. وفي اللحظة دي ظهرت ألفا وباقي جماعة حديقة الظل، وجاك كان متفاجئ، وألفا دخلت من الباب مع 2 من جماعتها، والباقيين قبضوا على جاك واخدوه معاهم جوا البوابة، واخدوا كمان بيتا، والبوابة كانت هتختفي. بس في اللحظة الأخيرة روز وأليكسيا دخلوا جواها، ووصلوا كلهم لمكان غريب ولاقوا قدامهم ألفا، وألفا طلبت منهم يمشوا معاها، واتحركوا كلهم لحد ما وصلوا لبوابة كبيرة. وألفا قالت لهم إنه وفقا للأسطورة هو ده المكان اللي أغلقوا فيه الذراع اليسرى للشيطان ديابلوس بعد ما هزموا البطل أولوفيه، وإنهم جايين هنا عشان يعرفوا الزوايا المظلمة والمخفية من التاريخ. وبعدها وقفت ألفا جنب تمثال بنت من الألف وكانت بتشبه لها، وألفا قالت إن هو ده البطل أولوفيه، وكلهم كانوا مستغربين لأنهم افتكروه راجل. بس ألفا قالت لهم إن التاريخ فيه حاجات كتير مزيفة ودي واحدة منهم، وإنهم شاكين في إن هدف الطائفة مش بس إنهم يرجعوا الشيطان للحياة، لكنهم لسه برضه مش متأكدين، بس دلوقتي هيتأكدوا. وفجأة ألفا شغلت البوابة، وجاك ما كانش مصدق عينيه، وألفا قالت لهم إن في ذكريات قديمة كتيرة مدفونة هنا. وفي اللحظة دي ظهرت أولوفيه وقالت لهم ألفا دلوقتي خلينا نبدأ رحلتنا لعالم القصص الخيالية. وفي الوقت نفسه كان كاغينو وصل عند أورورا وقال لها انت استدعيتيني، بس أورورا قالت له ان ده ما حصلش، وكاغينو قال لها ان الباب كان بيتحرك وراه في كل مكان، وعلشان كده هو افتكر انها استدعته بما انهم اتقاتلوا مع بعض. بس أورورا قالت له انها مش فاكرة اصلا انها اتقاتلت معاه، بس لما فتحت عينها لقيت نفسها مقيدة هنا. وكاغينو قال لها طالما الموضوع كده يبقى هدور على طريق واخرج من هنا، بس أورورا طلبت منه يحرر قيودها، وكاغينو طلع سيفه وحرر أورورا. وبعدها
بعدها أورورا عرضت عليه إنهم يتعاونوا عشان يخرجوا من هنا، وقالت له إن الملاذ ده هو سجن ذاكرة وتم إنشاؤه من المعارك القديمة، ولو رحنا لمركزه ودمرنا جوهره السحري هيطلق سراحي وكل الذكريات هتختفي وهتقدر انت كمان تمشي من هنا. وكاغنو وافق على عرضها، وأورورا قالت له إن في المكان ده مش هيقدروا يستخدموا سحرهم وهيتم امتصاصه، بس كاغنو قال لها دي مش مشكلة لأني بقدر أكسر أي حاجة. وفي الوقت نفسه كانت ألفا ومعها الباقيين في ذكريات البطل أوليفيه، وكانوا موجودين جوه مختبر كبير. وألفا قالت لهم إن أوليفيه تم حبسها في الملجأ، ومن زمن بعيد كانت الطائفة بتجمع الأطفال الأيتام في المكان ده واستخدموهم كفئران تجارب، ومعظم الأطفال رفض جسمهم العلاج وماتوا، واللي نجا عدد قليل بس من البنات. وأوليفيه كانت واحدة من الأطفال القليلين المتوافقين. وروس سألتها متوافقة مع إيه بالظبط، وألفا قالت متوافقة مع خلايا الشيطان، لأن الطائفة كانت بتعمل تجارب عشان تزرع خلايا شيطانية في الأطفال. وبعد ما أوليفيه كبرت تم تكليفها بمهمة، وهي إنها تستخرج خلايا جديدة من ديابلوس. وقال لها جاك بطلت تختلق القصص، بس ألفا مسكت إيده خلته يسكت وكملت كلامها، وقالت إن أوليفيه فضلت مطيعة حتى بعد ما حصلت على القوة دي، وكانت فاكرة إنها لو كملت مهمتها هيبقى العالم عايش في سلام، لكن الطائفة كان ليها هدف تاني. وفي اللحظة دي ألفا والباقيين راحوا المكان تاني يشبه ساحة المعركة، وكان في جنود مقتولين على الأرض. وألفا قالت بغض النظر عن عدد الأجزاء اللي قطعتها الشيطان مش بيموت، والطائفة استخدمت القطع الأثرية القديمة القوية عشان تشل حركة الذراع اليسرى للشيطان، وقطعوا لحمه وسحبوا دمه وبدأوا يدرسوه، وكل ده علشان يكتسبوا قوة الحياة الموجودة جوا خلايا ديابلوس، واللي تم إنشاؤه خلال العملية دي هو ده. وطلعت لهم ألفا إزازة فيها حبوب، وقالت لهم إنها ليها آثار جانبية قوية، ومش ده اللي كانت الطائفة عاوزة فعلا تعمله. وبعدها ألفا والباقيين اتنقلوا لمكان الذراع اليسرى، وشافوا العلماء وهم بيعملوا تجارب. وجاك اتعصب وقال لألفا مجرد تجربة حسالة زيك ملهاش الحق إنها تيجي هنا، بس ألفا قالت لهم شايفين الشبه بين العالم اللي بيعمل التجربة وبين جاك؟ وقالت لجاك قول لي اسم الدواء ده ايه. وجاك ما كانش عاوز يقول بس اضطر انه يتكلم وقال حبات ديابلوس. وبصت إليكسيا على العالم وقالت ان العالم ده فيه شعر بس جاك اصلا، لكن جاك قال لها ده مش عيب لان خسرت شعري من كتر التوتر وضغط الشغل. وإليكسيا اتكسفت واعتذرت، وألفا كملت كلامها وقالت ان العيب الاول في حبات ديابلوس هو انها لازم تتاخد على فترات منتظمة يا اما تأثيرها يختفي. وقالت لجاك مرة واحدة في السنة مش كده؟ وجاك قال لها تخمينك صحيح. وألفا قالت والعيب التاني هو انها لا يمكن انتاجها الا بكميات صغيرة جدا. وسألت جاك كم حباية في السنة الواحدة؟ وجاك قال لها 12 حباية. وألفا قالت ان فرسان الجولات 12 فارس، واكيد ده مش صدفة، ولحد النهاردة ما يدروش يتقنوا صنع حبات ديابلوس، وبيفترضوا ان مفاتيح الدواء المثالي هي طرف الشيطان المختوم ونسل الابطال. وقالت لجاك الكلام ده صحيح مش كده؟ وجاك ضحك وقال ان كل فرد من اعضاء الطائفة عاوز القوة والحياة الابدية اللي بتقدر تكتسبها من الحبوب دي، وانا واحد من فرسان الجولات المختارين. وجاك بدأ يظهر قوته، بس فجأة دلتا غزت جاك بسيفها ورمته بعيد. وألفا قالت لها مش احنا اتفقنا اننا منقتلهوش دلوقتي؟ ودلتا فضلت تعتذر وقالت انها نسيت، بس ألفا قالت لها انت نسيتي اهم حاجة انا علمتها لك، وهي انك لازم تتأكدي من موت خصمك كويس. وفجأة ظهر جاك اللي تحول لوحش ضخم، وألفا والباقيين اتقسموا وراحوا المكانين مختلفين. وجاك بدأ ينسخ نفسه وقال هتندموا على اليوم اللي فكرت تواجهوا فيه الطائفة. ودلتا هجمت على النسخ وبدأت تخلص عليهم، بس بعدها حست ان في حاجة غريبة. وجاك فضل يضحك وقال لها كل ما بتقربي من مركز الحرم قوتك هتضعف. وألفا قالت له وفي نفس الوقت كل ما انت تقرب قوتك هتزيد. وجاك قال لها ايوه، وكنت اتمنى لو كنا قريبين شوية قبل ما ابدأ. ودلتا هجمت على جاك، وفي الوقت ده كان كاغينو وأورورا وصلوا لساحة المعركة. وأورورا لقيت ذكرى ليها وهي صغيرة وكانت قاعدة بتبكي في نص ساحة القتال. وأورورا اخذت سيف كاغينو وكانت هتقتل نفسها وهي صغيرة، بس فجأة الجنود المقتولين على الارض
الارض بدأوا يتحركوا زي الزومبي وكانوا هيمسكوا أرورا، لكن كاغنو انقذها وقال لها شكل الحرم رافض وجودنا وبيعتبرنا زي الفيروسات. وفي نفس الوقت ده كانت واحدة من منظمة حديقة الظل واسمها إيسيلون موجودة مع كم واحد من المنظمة، وظهر قدامهم زومبي، بس إيسيلون قربت منه من غير ما تخاف، وفجأة الزومبي اختفت وباقي الأعضاء استغربوا، بس إيسيلون قالت لهم إن دي ممكن تكون ذكرى واتفاعلت معانا لأننا كنا ممسوسين. وبعدها وصلت إيسيلون واللي معاها لمكان فيه سجلات خاصة بالطائفة، ولقيت في كتاب صورة فيها واحدة ممسوسة، وقالت كان هيبقى ده حالنا لو ما قابلناش شادو، وطلعت كاميرا وبدأت تصور الصفحات. ونرجع تاني لكاغنو وأورورا اللي كانوا بيقتلوا في الزومبي، بس الزومبي كانوا مستمرين في الظهور، وكاغنو قال ان ده ممكن يستمر للأبد. وأورورا بصت على نفسها وهي طفلة وقالت له ممكن تكون دي المشكلة، وكاغنو قرب من الطفلة أورورا ورفع سيفه وقتلها، والذكرى اختفت. وانتقل كاغنو ومع أورورا لذكرى تانية. اما الفا ودلتا فكانوا لسه بيقتلوا في نسخ جاك، بس جاك قال كنت متوقع النوع ده من المقاومة وخلق نسخ جديدة. وكاغنو وأورورا لاقوا قدامهم سيف وبوابة مقفولة بسلاسل، وكاغنو قال انه مش هيقدر يسحب السيف ده لان المختار بس هو اللي بيقدر يسحبه. ولما حاول كاغنو يسحبه حصل اللي قال عليه، وأورورا ما كانتش مصدقه وبصت على الكتابة اللي على قاعدة السيف ولقيت مكتوب ان السيف المقدس محدش يقدر يسحبه الا احفاد المختارين. وقالت لكاغنو كان عندك حق، وحاجة مذهلة انك عرفت ده من بصة واحدة. وبعدها قعدوا هما الاتنين جنب السيف وفضلوا يفكروا يعملوا ايه. اما الفا ودلتا فقدوا على اكتر من 100 نسخة، وجاك قال لهم انتوا ازاي قدرتوا تعملوا كده؟ بس الفا قالت له اعمل نسخ زي ما انت عاوز، لكن هيفضل عندهم عقل واحد ومش هتقدر تتحكم في كل الاجسام اللي تم انشائها حديثا، وحتى لو كان معاك 100 منهم طالما مش هيقدروا يتحركوا بحرية فمش هيبقوا احسن من التماثيل. وجاك اتوتر وخاف من الفا وقرب من تمثال اوليفيه وفضل يندى عليها علشان تساعده. وفجأة ظهرت اوليفيه وهي ماسكة سيفها، وجاك كان مبسوط جدا. بس في اللحظة دي جات إيسيلون وقالت لألفا انهم خلصوا تحقيق وجاهزين عشان يعملوا مخرج في اي وقت. والفا قالت يبقى جه وقت رحلنا، واتحركت هي وباقي اعضاء المنظمة وبدأوا ينشأوا باب الخروج. والفا قالت لجاك هشوفك وقت تاني، وخرجت الفا واصحابها من المكان. بس بعدها جاك ظهرت له رسالة بتقول له ان في غرباء تانيين في المكان، وجاك اخد اوليفيه وراح يشوف في ايه. ووصل جاك لمكان أورورا وكاغينو، وكاغينو اول ما شاف اوليفيه استغرب، وأورورا سألته في ايه، وكاغينو قال لها ان اوليفيه شبه حد يعرفه. وجاك قال لكاغينو انت ايه اللي جابك هنا؟ شكل الساحرة دي ضحكت عليك ودلوقتي لازم تموت. واتقدمت اوليفيه وهي ماسكة سيفها، وكاغينو اتقدم ناحيتها هو كمان، وأورورا قالت له بلاش تقاتلها لانها قوية جدا، بس كاغينو ما سمعش لكلامها، واوليفيه بدأت تضرب فيه ورمته على الارض. بس كاغينو قام وهو بيضحك، وجاك اتضايق وقال له مفيش حاجة مش مؤذة اكتر من شخص ما يعرفش مكانته الحقيقية، والسبب الوحيد اللي مخليك لسه حي لحد دلوقتي هو انك محظوظ مش اكتر. واوليفيه هجمت كاغينو مرة تانية، وكاغينو حاول يتفادى هجمتها، بس اوليفيه لحقته وضربته بسيفها. وجاك طلب منها تقتله، بس أورورا اتدخلت وقالت لكاغينو ارجوك وقف قتال لان مفيش اي انسان يقدر يهزمها، وملوش لازمة انك تموت، وكفاية عليه الذكريات اللي اديتهني، وسيبني انا اخلص الموضوع ده. وجاك قال لها وايه اللي تقدر تعمله ساحرة من غير سحر؟ وأورورا قالت له على الاقل هقدر اخرجه من هنا، بس جاك قال لها لو ساعدتيني هسيبه يعيش. وأورورا سألته يقصد ايه؟ وجاك قال لها كل اللي عليك انك تعمليه هو انك تقسمي على العمل معانا لاننا متأخرين عن الجدول بسبب رفضكم المستمر للتعاون. لكن كاغينو قال لأورورا هو انا ماليش رأي في اللي بتقوليه ده؟ وأورورا قالت له انا عاوز انقذك، بس كاغينو قال لها بطلت تفترضي ان هخسر في القتال. وجاك قال يظهر ان الولد ده مش فاهم حاجة، وامر اوليفيه انها تقتله. وفجأة اوليفيه هجمت على كاغينو وغزته بسيفها، بس كاغينو ضحك وقال مسكتك، وحط سيفه على رقبة اوليفيه وعضها لحد ما قطع جسمها.
والدم بدأ يسيل في المكان، وجاك وأرورا ما كانوش مصدقين اللي حصل. وفجأة أوليفيه اختفت، وكاغينو قال لجاك طالما انت بتحمي عناصرك الحيوية فجسم الإنسان قوي بشكل مدهش، وحتى لو تم طعنك في بطنك حافظ على سلامة شرايينك وأعضائك المهمة ومش هتموت. وجاك قال له انت مجنون، بس كاغينو قال له دلوقتي بعد ما اختفت صاحبتك الالف اكيد هقتلك. وجاك فضل يقول له استنى بس انا بستسلم، لكن كاغينو ولا كأنه سامع حاجة. وجاك قال له انت فاكر انك قوي لانك هزمت نسخة بايظة؟ المكان ده لسه في طاقة سحرية كبيرة متخزنة. وجاك بدأ يستخدم قوة المكان، وفجأة ظهرت نسخ كتير من أوليفيه وهجم على كاغينو. وكاغينو قال له انت بعتلي جيش من الخارقين، واستخدم سيف من السلايم وابتدى يقتل في النسخ. وجاك ما كانش مصدق وقال له ازاي بتستخدم سحر هنا؟ بس كاغينو قال له كل اللي كان مفروض اعمله هو انا اخفف بس من السحر لحد ما يبقى صلب جدا بحيث ما يتمش امتصاصه. وجاك قال له بس ده مش ممكن انسان يعمله، وامر نسخ أوليفيه تقتل كاغينو. وهجمت باقي النسخ على كاغينو، وفضل كاغينو يقاتلهم. وبعدها قال ان انفجار كبير هيقضي على كل النسخ دي، وابتدى كاغينو يحضر لانفجار ذري. وأرورا استغربت وقالت ازاي انسان عنده كل القوة دي؟ ونسخة من نسخ أوليفيه هجمت على كاغينو وضربته بسيفها، بس فجأة كاغينو عمل الانفجار والمكان كله اتفجر، وظهر قدام كاغينو الذراع اليسرى للشيطان ديابلوس. بس كاغينو مسك سيفه وهجم عليه، وبعدها كاغينو فتح عينه ولقى نفسه بره البوابة وجنبه أرورا. وأرورا قالت له انت ازاي لسه حي بعد ما السيف جه في قلبك؟ وكاغينو قال لها انا استخدمت سحري ونقلت قلبي للناحية التانية، وعلشان كده انا تعبان جدا دلوقتي. وأرورا قالت له انت فعلا كلك مفاجآت، وانا اللي استدعيتك واسفة اني كدبت عليك. وكاغينو قال لها مفيش مشكلة، بس أرورا قالت له دي مش الكدبة الوحيدة، انا لفترة طويلة كل اللي كنت عاوزاه هو ان اختفي وانسى كل حاجة، بس دلوقتي عملت ذكرى واحدة مش عاوز انساها حتى لو اختفيت، فشكرا ليك. وأرورا اخدت بوسة بريئة واختفت من المكان. وفي الوقت ده إليكسيا كانت مع روز وبيتا، وقالت لهم انها كانت حاسة بالعجز في المكان اللي كانوا فيه، وكانت واقفة بتتفرج، وكل ده لانها بتجهل الحقيقة ومش عارفة حاجة عن حديقة الظل ولا عن الطائفة. وروز قالت لها عندك حق، حتى يوم ما انفجرت الأكاديمية محدش كان عارف ايه هي الحقيقة. وأليكسيا قالت لها يبقى الحل اننا نعمل منظمة ونكتشف كل اللي بنجهله، وسألتهم لو موافقين ينضموا ليها. وروز وافقت، وبيتا فضلت تفكر شوية وبعدها قالت لها انا معاكي وهستخدم كمان اتصالاتي واحاول اكتشف معلومات. واتفقوا هما الثلاثة انهم يتعاونوا. وبعدها ألفا اجتمعت مع الباقيين وبلغوها ان الحرم تم طمسه والسيف المقدس اتبخر. وألفا سألت عن بيتا وقالوا لها ان بيتا انضمت للاميرات وبتقودهم، ولو قدرت تلعب اوراقها بشكل صحيح هنقدر نتسلل داخليا والموضوع ماشي بسلاسة. وقالت لهم ألفا وبخصوص الموضوع التاني حصل في ايه، وقالوا لها ان نظريتهم كانت صحيحة، وأرورا ساحرة الكارثة ليها اسم تاني وهو الشيطان ديابلوس. وطلبت منهم ألفا انهم يجهزوا نفسهم عشان يروحوا للعاصمة. وتاني يوم رجعت منظمة حديقة الظل لمقرها، ودلتا بلغت ألفا ان جات لهم رسالة من مملكة أوريانا بتقول ان المستشار الملكي دويم كتشوهاد هيزور العاصمة الملكية متغار. وقالت لها ألفا يبقى الموضوع هيبدأ. وفي الوقت ده كانت أرس بتتكلم مع إليكسيا وقالت لها ان الملك رافض ياخد اي اجراء بخصوص الحرم المقدس بعد اللي حصل، لانه مش عاوز يعمل عداوة ملهاش لازمة، وخصوصا ان المستشار الملكي دويم هيجي زيارة، وعلشان الملك ياخد اي اجراء لازم يكون متأكد انهم عندهم القوة اللي هيقدروا يتغلبوا بيها على اي مشاكل تحصل في المملكة. ومن حسن حظهم ان مهرجان بوشين هيتعمل السنة دي، ولو قدرت تفوز فيه هتكسب دعم الفرسان والشعب لانها بطولة دولية، وقتها هيضطر الملك واللي معاه يسمعوا
كل اللي هتقوله. والكسيا قالت لها طب ولو ظهرت جماعة حديقة الظل ولا الطائفة؟ بس إيريس قالت لها ما تقلقيش، مستحيل سيفي يتهزم قصاد أداة سحرية قديمة. والكسيا قالت لها بس دول أقوياء حتى من غير أي أدوات سحرية. وإيريس قالت لها عارفة، أنا شفت كل حاجة وقت انفجار الأكاديمية وعارفة قوتهم كبيرة إزاي. والكسيا سابتها ومشيت، وإيريس فضلت تفكر وقالت إنها صعب تعيد بناء الفرسان القرمزيين مرة تانية، وخصوصا بعد ما حط ثقتهم فيها وتسببت في قتلهم. وعلشان تكسب ثقة الفرسان تاني لازم تفوز في مهرجان بوشين. أما كاغينو فكان بيقول لنفسه إن مهرجان بوشين القتالي بيثبت قوة الشخص وإنه محتاج يدخله ويمثل إنه شخص ضعيف، وبعدها يفاجئ الكل ويفوز. وتاني يوم راح كاغينو لدلتا وقال لها إنه عاوز مساعدتها لأنه محتاج يحمي هويته ويدخل لمهرجان بوشين. واستخدمت دلتا جهاز وغيرت شكله تماما لشخص تاني جسمه ضعيف وشكله ما عندوش أي قوة. وكاغينو راح لمكان المهرجان وقابلته فارسة اسمها أنيروز، وقالت له أنيروز أنت شكلك ضعيف جدا وسيفك ملوش لازمة، فبنصحك ما تشاركش في المهرجان. بس كاغينو قال لها مش دايما الكتاب بيبان من عنوانه، وسابها ومشي. لكن وقفه مقاتل اسمه كوينتون وقال له ان أنيروز عندها حق، وكل سنة بيظهر شخص ضعيف زيك كده وبينهي كل المرح في المهرجان. وقال له ارجع يا حبيبي لبيتك ولما تكبر تبقى تيجي. بس كاغينو قال له انا مش هرد عليك لانك ضعيف. وكوينتون قال له طب هنشوف مين فينا اللي ضعيف، وضرب كاغينو ورماه بعيد. وكاغينو كان بيتخيل انه بيقضي عليه بس قرر انه ما يعملش اي حاجة. وكوينتون فضل يضرب فيه وسابه ومشي. بس أنيروز راحت تطمن عليه وقالت له انك تتصاب هنا وتسيب البطولة احسن من انك تدخلها وتعاني من ضرر دايم. بس لما أنيروز بصت كويس على كاغينو لقيت جسمه سليم وما فيهوش اي اصابات، واستغربت جدا وعرفت نفسها. وكاغينو سابها ومشي وراح علشان يشترك في المهرجان. وتاني يوم كاغينو قابل بالصدفة روز، وروز قالت له ان ابوها يقدمها لخطيبها المستشار الملكي دويم. وعلى الرغم من انها اميرة الفن والثقافة لمملكة اوريانا اللي مش بتؤمن بالمبارزة، لكنها اختارت طريق السيف ومهما حصل مش هتغير مبادئها، مع ان ده معناه انها بتخون شعبها. وسألته لو هو مؤمن بيها، وكاغينو خلص قتله وقال لها ايوه. وروز فرحت جدا وشكرته، وكاغينو ادالها اكل من اللي معاه وقال لها حاولت تسترخي وسابها ومشي. وبعدها كاغينو راح المهرجان متنكر وخلص على اول وتاني منافس بسرعة كبيرة، والكل كان مستغرب. وتاني يوم صاحب كاغينو راح له وقال له سمعت الاخبار الجديدة، الاميرة روز طعنت خطيبها دويم وهربت. وكاغينو اتفاجأ وفضل يسأل نفسه ليه روز عملت كده. وفي الوقت ده بيتا كانت قاعدة مع أليكسيا، وأليكسيا قالت لها ان مملكة اوريانا بعتت برقية لمملكة مدغار بيطلبوا منهم عدم التدخل في موضوع روز. وبيتا استغربت جدا وقالت ان روز مش دبلوماسية اجنبية وانها طلبت تبادل، والمفروض ان الحكم عليها يبقى بموجب قانون مدغار. لكن لو حصل ده ممكن يحصل تأثير سلبي على العلاقة بين المملكتين. وأليكسيا قالت انا متأكدة ان الملك مش هيعمل حاجة وهينتظر كالعادة لانه في الطبيعي بينفذ سياسة النعامة. وقالت لها بيتا ان خطيب روز يبقى الابن الثاني الواحد من دقات مملكة اوريانا، ولو تم القبض عليها بتهمة الايذاء المتعمد فمن الطبيعي انه هيتم الحكم عليها بقسوة. بس أليكسيا قالت لها ان روز من العيلة الملكة وعلشان كده مش هيحكم عليها بالاعدام. وفي الوقت ده كانت روز بتحاول تهرب وكان باين عليها التعب والارهاق. ونرجع تاني لأليكسيا وبيتا، وأليكسيا قالت يبقى لازم نلاقي روز قبل ما تلاقيها مملكة اوريانا ونسمع الجانب الخاص بيها من القصة. بس بيتا قالت لها ان روز ما قالت لناش اي حاجة عن الموضوع ده، وانها ممكن تكون عملت كده عشان تجنب احتمالية تورطنا، لان ده هيؤدي المشاكل بين الممالك، ومن الحكمة اننا ما نتهورش. بس أليكسيا قالت لها تقصدي اننا المفروض نتخلى عنها؟ بس بيتا قالت لها لا، انا اقصد اننا المفروض ناخد خطوتنا الجاية بعناية. لكن أليكسيا قالت لها تقصدي ان تفكيري متسرع؟ وبيتا قالت لها لا ما اقصدش كده. وأليكسيا سابتها وقعدت مكانها وقالت لها انا عارفة ان روز مش عاوزانا نتدخل في مشكلتها، وده اللي مضايقني لاننا
اصحاب، واكيد احنا مش عارفين اللي جوا قلوب بعض، لكن احنا قررنا نشتغل كفريق واحد، واكيد مش هتخلى عنها وهجمع المعلومات. وبيتا قالت لها انا سمعت اشاعات وحشة عن خطيبها، وعلشان كده هدور في الموضوع ده. والكسيا قالت لها انها هتكلم اختها إيريس وتشوف رايها في الموضوع ده، وسابتها ومشيت. اما بيتا فقابلت واحدة من جماعة حديقة الظل، وبيتا قالت لها انا هدي معلومات عن روز وعيلتها لإليكسيا علشان الموضوع يشغلها شوية وتبطل تدور على معلومات، لاننا مش عاوزين الاميرة تتورط في المشاكل. وسألتها عن مكان روز دلوقتي، والبنت قالت لها ان روز نجحت في انها تعدي المجاري، وصلت الانفاق تحت الارض. وبيتا قالت ان في سلسلة معقدة من الانفاق والمفروض يكون مكان مثالي للاختباء، وطلبت من البنت انها تستمر في مراقبتها حتى لو في منطقة عامة. وفي الوقت ده كاغينو كان في المهرجان بيتفرج على قتال، وكان بيقول لنفسه ان غياب صديقته موضوع محزن فعلا. وبعدها اتحرك من المكان، وبالصدفة قابل واحدة من الالف اسمها بياتريكس، وبياتريكس وقفته وقالت له ان ريحته خارجة منها ريحة الف، وسألته لو يعرف اي حد من الالف، بس كاغينو قال لها لا. وبياتريكس قالت له انها بتدور على بنت اختها وانها بتشبه لها، بس كاغينو قال لها ان شكلها مش باين بسبب اللي هي لابساها. وبياتريكس كشفت عن نفسها وورت له وشها، واول ما كاغينو شافها افتكر الف على طول، لكن قال لها انه ما شافش قبل كده الف شبهها. وبياتريكس طلعت سيفها وهجمت كاغينو، وكاغينو رجع لورا واترمى على الارض. وبياتريكس اعتذرت له وقالت له انا كنت فاكراك شخص قوي، وسلمت عليه وقالت له هتبقى اقوى، وسابته ومشيت. وبعدها جه وقت قتال كاغينو ضد المقاتل الذهبي غولدا اللي عمره ما اتهزم ابدا في اي قتال. ومسك غولدا سيفه وبدأ القتال وهاجم كاغينو، بس كاغينو تفادى الهجوم بسلاسة، وكان الطريق مفتوح ليه عشان يضرب غولدا، بس كاغينو اختار ما يعملش كده. وغولدا رجع مكانه بسرعة مرة تانية. وكوينتون وانيروس كانوا مستغربين من اللي حصل، وانيروس قالت مستحيل شخص طبيعي يقدر يتفادى هجمة زي دي. اما غولدا فاتضايق جدا وقال لكاغينو هو انت بتستهزأ بيا وفاكر نفسك هتقدر تذلني؟ انا هدفنك دلوقتي بكل قوتي. وفجأة اظهر غولدا مستوى قوته كلها، وعمل ضربة الشيطان القاتلة شفرة التنين الذهبي، وهاجم على كاغينو، بس فجأة لقى نفسه مضروب واترمى بعيد، وهو مش فاهم ايه اللي حصل ولا اللي بيتفرجوا كانوا فاهمين. وفاز كاغينو في النزال، وانيروس قالت على كاغينو انه طلع افضل مما كنت اتوقع، ولو كان بيهدف للقمة وبيدور على معارك مع خصوم اقوى كان ممكن يبقى فارس ظلام متميز. وكوينتون قال لها هو ايه اصلا اللي حصل هناك؟ وانيروز قالت له انه عطس وبالصدفة حرك سيفه، والسيف جاف غولدا، يعني الموضوع حادثة بس مش اكتر. لكن كوينتون قال لها ان ده مش معقول وسابها ومشي، وهو متضايق وقال لو فضل الحقير ده ينتصر هيتقابل معايا في التصفيات النهائية، ووقتها هعرف معدنه الحقيقي. اما انيروز فكانت بتفكر يا ترى لو قابلت كاغينو هتقدر تتحرك وتتفادى هجمته ولا لا. وفي الوقت ده كانت إيريس قاعدة مع دويم وملك أوريانا، ولما إيريس شافت دويم ولقيته سليم وبخير قالت له يظهر ان حالتك مختلفة عن اللي اتقال في التقارير. ودويم قال لها ايوه، يظهر ان القصة مبالغ فيها لحد ما، وانتم في متغار بتقلقوا بسرعة زي ما حصل لما اتخطفت الأميرة أليكسيا، وانت يا إيريس انقذت اختك الصغيرة، واحنا كمان هنحل مشاكل الأسرة جوه الأسرة ومش عاوزين حد يتدخل. والملك أكد على كلام دويم وطلب من إيريس إنها ما تتدخلش في موضوع روز، وطبعا دويم شكر الملك على تعاونه وقال لإيريس المفاوضات جوه المحكمة وإعادة بناء الفرسان الملكيين وكمان المشاركة في مهرجان بوشين. أنا فاهم أنت قلقانة ليه يا صاحبة السمو، وما تقلقيش ملكتنا مش هتعمل حاجة تزعلك. والملك قال لإيريس اعملي زي ما بيقول دويم، واتضايقت إيريس جدا وفضلت ساكتة. وتاني يوم كاغينو واجه كوينتين في القتال وهزمه بسرعة وبسهولة كبيرة وسط استغراب كل الموجودين اللي كانوا بيسألوا يا ترى الموضوع جه معاه صدفة ولا هو محارب قوي. وكاغينو ما كانش فاكر اصلا كوينتون، وبعد ما ساب حلبة القتال قال انا فاكر اني شفت الولد ده قبل كده، وحاول انه يفتكر اسمه، بس في اللحظة دي ظهرت قدامه انيروز وقالت له انا غلطت في الحكم عليك، لكن انا عاوز اقدم لك تحذير
وكاغينو سألها ايه هو، وانيروز قالت له انا شفت كل تحركاتك، فالاحسن انك تبقى عارف انك مش هتقدر تفوز بالطريقة نفسها. بس كاغينو ضحك وقال لها اسمح انا اللي اقدم لك التحذير، وقلع الدرع اللي لابسه ورماه على الارض، وكان ثقيل جدا لدرجة انه كسر الارضية. وانيروز كانت مستغربة جدا، بس كاغينو قال لها انتهى وقت اللعب وسابها ومشي. وانيروز قالت له استنى، مش انت بس اللي بتقدر تعمل كده. وحاولت انيروز تقلد كاغينو وحركت راسها بطريقة غريبة، وكاغينو قال لها تمام وسابها ومشي، وهو بيقول لنفسه مالها دي. اما روز فكانت في الانفاق وظهر قدامها حارس وهجمها، بس روز ضربته بسيفها وقالت له انا حاولت ما اضربكش في مناطق حيوية، فعالج نفسك بسرعة. وجريت روز وسابت المكان. وتاني يوم كاغينو كان قاعد في بيته، وراح له صاحبه وقال له ان في مكافأة كبيرة للي يقبض على روز، وانه عاوز يقبض عليها لانه محتاج فلوس. وبعدها كاغينو راح لإبسلون واتكلم معاها وسألها على بيتا، وقالت له إبسلون ان بيتا تحت الارض ولو عاوزها ممكن نبعت لها حد. بس كاغينو قال لها لا، انا عرفت كده كل اللي انا محتاج اعرفه، وساب المكان ومشي. وفي الوقت نفسه كانت أليكسيا وبيتا بيتحركوا للأنفاق اللي تحت الارض، وأليكسيا قالت لها ان دي متاهة تخص العيلة المالكة وبتستخدمها في حالات الطوارئ، بس الخرائط والمفاتيح بتاعتها كلها ضاعت، وعلشان كده هي دلوقتي مجرد متاهة كبيرة ومحدش بيستخدمها. وبيتا قالت لها طيب ليه احنا رايحين فيها؟ وأليكسيا قالت ان في احتمال تكون روز موجودة في الممرات اللي تحت الارض. وبيتا سألتها ازاي هيعرفوا يرجعوا، بس أليكسيا قالت لها انهم هيرجعوا من مكان ما جم، وطلبت منها ترجع لو خايفة. اما روز فكانت مصابة وبتقول لنفسها ايه اللي كان مفروض اعمله وقتها، واحسن طريق كنت سلكته. وفلاش باك لروز لما راحت تقابل ابوها بعد غياب طويل، وقتها اخدت بالها ان ابوها متغير وشكله مختلف وكأن في حد مسيطر عليه. وبصت حواليها ولقيت كل الموجودين بيبصوا لها وبيضحكوا. وهجمت روز بسيفها على دويم وجرحته في ايده وهربت من المكان، والجنود بدأوا يطردوها. ودويم قال لها احسن لك تسلمي نفسك قبل ما يخلص مهرجان بوشين، لانك لو ما عملتيش كده هخلي ابوكي يقتل واحد من ضيوف الشرف. ونرجع تاني لروز اللي كانت بتحاول تتحرك وهي مصابة، وبتقول لنفسها انا كنت عاوز احمي ابويا وطني، بس دويم مجرد واحد من بيادق الطائفة اللي ممكن يتم التخلص منها، وقتله ما كانش هيغير حاجة، لان جذور الطائفة انتشرت فعلا في مملكة اوريانا. وحتى لو قدرت ابعد بما فيه الكفاية فايه اللي هيحصل بعد كده؟ وانا كده باذي فرسان مملكتي والامور بتبقى اسوأ. وفضلت تسأل نفسها ايه اللي مفروض تعمله، وقالت ممكن يكون الحل الامثل هو ان اسلم نفسي، وعلى الاقل ممكن اتجنب الحرب. وافتكرت روز في اللحظة دي كاغينو لما قال لها انه بيؤمن بيها، وفضلت تبكي وقالت اتمنى ان اقدر اقضي على دويم وامثاله واستعيد والدي واتجوز كاغينو واعيش في سعادة دايما. بس النهايات الخيالية مش حقيقية لان ممسوسة، وما كانش من المفروض ان احلامي تتحقق. وفضلت روز مكملة طريقها لحد ما سمعت موسيقى واتحركت في اتجاهها، واتفاجئت بشادو اللي كان قاعد بيعزف على البيانو. وبعد ما خلص عزف روز فضلت تسقف له وقالت له ان عزفه كان جميل. وشادو قال لها ايه اللي بتتمنى انجازه؟ وروز قالت له اتمنى ان احمي كل الناس لكني ما قدرتش اعمل كده. وكاغينو قال لها يعني هتسيب الموضوع ينتهي كده وهتوقفي القتال؟ وروز قالت له كنت اتمنى افوز باحسن مستقبل للكل. وكاغينو قال لها لو كان عندك اي رغبة لمواصلة القتال هديك القوة. وروز قالت له يعني لو استخدمت القوة دي هكون قادرة غير المستقبل؟ وكاغينو قال لها ده بيعتمد عليكي. وروز قالت له بصفتي اميرة اوريانا في حاجات لازم اعملها، وفي امال محتاجة احميها، وعاوزة القوة عشان اقدر اعمل كل ده. وفجأة كاغينو بدأ يستخدم سحره وعالج روز من المس اللي عندها وزود قوتها، وقال لها اثبتيلي انك على استعداد لمواصلة القتال، وما تنسيش ابدا ان القوة الحقيقية مش في قوة الشخص لكن في طريقة وجوده. وفي اللحظة دي ظهروا فرسان وبدأوا يتحركوا حوالين روز، بس روز بمنتهى البساطة خلصت عليهم، وبعدها كملت طريقها ولقيت في طريقها بيتا وإليكسيا. وحاولت إليكسيا تكلمها بس روز مشت من جنبها من غير ما ترد عليها، لكن إليكسيا قالت لها ليه طعنت خطيبك؟ وروز بصت عليها
وقفت مكانها من غير ما ترد، والكسيا قالت لها احنا وعدنا بعض اننا نتعاون ولازم تقولي لي على السبب علشان اساعدك. بس روز رفضت ترد عليها، والكسيا اتعصبت وهجمت عليها وقالت لها طالما مش عاوزه تقولي يبقى هتقولي بالقوه. وبدا هما الاتنين يتقاتلوا مع بعض، وروز صدت هجمه الكسيا، بس الكسيا كانت مصممه تخلي روز تحكي كل حاجه وفضلت تهجمها، وروز بتحاول توقفها، وبيتا كانت بتتفرج عليهم ومش عارفه تعمل ايه لحد ما هما الاتنين اختفوا من قدامها. وبعدها بدقايق ظهرت روز وهي شايله الكسيا اللي كانت غايبه عن الوعي، وبيتا استغربت وقالت لها ازاي بقيتي قويه كده، بس روز ما ردتش عليها. وبيتا قالت لها انا مبسوطه اننا تعاوننا واكيد في يوم هنتقابل مره تانية. وروز سابت المكان ومشيت، وبيتا قالت لنفسها هو ده اللي اخترته يا شادو؟ اما كاغينو فرجع لبيته وليه اخته مستنياه، واخته كانت متضايقه جدا منه لانه ما كانش بيطمنها عليه. وبعد ما اتكلموا مع بعض اخته ادت له تذكره لمنطقه المشاهده الخاصه في مهرجان بوشين، وقالت له علشان تحصل على تذكره زي دي فالموضوع مش سهل ابدا، واسمح لك تاخدها علشان تشوف المبارزات وتتعلم منها. وسالها كاغينو لو ناويه تشترك في المهرجان، واخته قالت له انه تم اختيارها لتمثيل الاكاديميه مكان الاميره روز وانها اكيد هتفوز، وخلته يوعدها انه يحضر مباريات ويتفرج عليها. وتاني يوم كاغينو راح للمهرجان واستخدم التذكره اللي اديتها له اخته، والمساعد وصله لحد الكرسي بتاعه، بس كاغينو ليه ان الكرسي بتاعه جنب إيريس واستغرب جدا، واعتذر لإيريس وقال لها يظهر ان غلطت في المكان. بس إيريس قالت له مش انت اخو كلير؟ انت ما غلطتش في المكان ولا حاجه، والتذكره دي خاصه بكلير ويظهر انها اديتها لك. وقعد كاغينو جنب إيريس والباقيين، وإيريس اعتذرت له عن اللي حصل قبل كده منها، وكاغينو قال لها مش مشكله، وقال لنفسه دي اسوأ حاجه ممكن تحصل لي ان شخصيه رئيسيه تعتذر لي. وبعدها اتنين من اصحاب إيريس سالوها تتوقع مين من المقاتلين اقوى، وإيريس قالت لهم ان انيروز قويه جدا ولو واجهتها ممكن ما اقدرش افوز عليها. وسالهم كاغينو لو في حد تاني في البطوله شايفينه قوي، بس ما ردوش عليه. وكاغينو سالهم عن رايهم في المقاتل جيمينا اللي هيقاتل انيروز في الجوله الجديده، وطبعا جيمينا ده يبقى هو نفسه كاغينو. وردت إيريس والباقيين عليه وقالوا له ان جيمينا مقاتل ضعيف، والموضوع بالنسبه له كان مجرد حظ مش اكتر. وكاغينو فرح وقال لنفسه يظهر ان نجحت. وإيريس قالت في شخص تاني المفروض نراقبه مع انه ما شاركش في البطوله، والشخص ده هي سيافه الالف بياتريكس اللي تم الترحيب بيها كضيفه شرف وتبقى اول بطله لمهرجان بوشين، ويظهر انها هنا في العاصمه. واصحاب إيريس استغربوا وقالوا بس دي ما ظهرتش من فتره طويله خالص. وفي اللحظه دي كاغينو قال لنفسه ان بياتريكس كانت قويه جدا لكنه ما كانش يعرف انها مشهوره كمان. وكاغينو ساب المكان ومشي وكان بيفكر في اللي سمعه، بس فجاه ظهرت قدامه بياتريكس وسالته بياتريكس لو صادف الف بتشبهها من اخر مره تقابله، بس كاغينو قال لها لا. وبياتريكس قالت له ان في اشخاص كتير بيجوا المهرجان بوشين وعلشان كده اعتقدت انه ممكن الاقيها هنا. وبعدها كاغينو سلم عليها ومشي. وفي الوقت ده إيريس كانت قاعده مكانها وظهر دويم قدامها، وإيريس كانت مش طايقاه وقالت له ان المكان ده محجوز وطلبت منه يمشي، بس دويم عمل نفسه مش سامع وقال لها ان انيروز فرسه قويه وبيفكر انه ياخدها معاه لمملكه اوريانا. بس إيريس قالت له ان انيروز فارسه في مملكه مدغار ومش هتسيب المملكه. ودويم قال لها ان مملكه مدغار عندها فرسان اقوياء ومش محتاجين لفرسه واحده. بس إيريس قالت له لو الموضوع يحتاج فنظام الفرسان القوي عندنا هيبدد الظلام اللي بيغمر مملكتك. ودويم سألها عن رأيها في جيمينا خصم انيروز في الجولة، وإيريس قالت له ان جيمينا عنده حاجة واحدة بس مش من السهل تكون عند اي فارس وهي الثقة، وان عينيها ما عندهاش اي شك في الانتصار. ودويم ضحك وقال لها لانه مش مبارز فمش بفهم في الامور دي، بس عموما هنتأكد من كلامك دلوقتي. وفي اللحظة دي انيروز مسكت سيفها والحكم اعلن عن بداية القتال، واتحركت انيروز بسرعة كبيرة ناحية كاغينو، بس كاغينو اتفادى هجومها وبعد عنها. وانيروز قربت منه لحد ما وصلت للمكان المناسب وضربته بسيفها، لكن فجأة لقيت كاغينو اختفى من قدامها ولف من وراها وهجم عليها. وانيروز اتحركت بسرعة
بسرعة كبيرة علشان تتفادى هجوم كاغينو، بس كاغينو فضل وراها ورماها على الارض، وعينيروز قامت من مكانها وهي بتقول ان دي قوة كبيرة فوق الطبيعة. وبعدها كاغينو هجم عليها مرة تانية وعينيروز اتفادت سيفه، بس كاغينو اتحرك بسرعة كبيرة وقدر يضربها بسيفه واترمت انيروز على الارض وكاغينو هو اللي فاز. ودويم قال لإيريس يظهر ان كان عندك حق، بس إيريس قالت له حتى ده انا ما كنتش متخيلاه ومش مصدقه ازاي فارس ظلام زيه فضل طول الوقت ده من غير ما حد يلاحظه، واكيد بيخفي حاجة، وعلشان كده اخفى وضعيته واسلوبه لما دخل البطولة. ودويم سألها لو لسه معتقدة انها ممكن تفوز عليه، وإيريس قالت له انا معرفش اللي بيخفيه لكني هقطع عنه اسراره لاني بكره الخسارة. وبعدها إيريس سابت دويم وقالت له انها هتروح تتجهز للمباراة، ودويم طلب من المساعدة بتاعته تتحقق من جيمينا لانه كان حاسس انه من العايشين في العالم السفلي، وقال لو كانت مدينة لولوس بتدعمه فاكيد هتبقى الامور مزعجة. والمساعدة سألته لو هو شاكك انه من حديقة الظل، بس دويم قال لها ما اعتقدش لان حديقة الظل مش هتكون عاوزة تبرز في مهرجان بوشين، وقال لنفسه انا لازم اتغلب على اي مشاكل قبل ما تظهر من الراجل ده. اما انيروز فراحت لكاغينو واعترفت بهزيمتها وهنته على الفوز، وقالت له انها سابت المدينة بتاعتها وحياتها علشان تبقى اقوى، وان بسببه قدرت تعرف ان في مستويات عالية جدا. وفي الوقت ده إيريس كانت قضت على خصمها بسرعة كبيرة، وبالصدفة شافت بياتريكس وجريت وراها لحد ما حصلتها وطلبت منها انها تتكلم معاها. وتاني يوم إيريس كانت قاعدة وجنبها كاغينو وظهرت بياتريكس وكانوا رافضين يدخلوها، بس إيريس راحت لها وقالت للحراس انها بياتريكس اله الحرب، والحراس اعتذروا انهم ما عرفوهاش ودخلوا بياتريكس. وقعدت بياتريكس جنب إيريس وكاغينو وبدأت تسأل الناس لو شافوا إليف تشبه لها، بس كلهم قالوا لا. وفي الوقت ده دويم ادى دواء لملك اوريانا عشان يفضل مسيطر عليه ويخليه زي الدمية في ايده، وقال له ما عنديش شك ان روز هترجع عشان تنقذ ابوها المثير للشفقة، ولو كانت بنت طيبة وادتني المفتاح كنت سبتها تتجول بحرية. وكان باين عليها اعراض الاستحواذ وده خلاها المادة الاساسية لتجارب الطائفة، ودلوقتي مضطر استخدم الملك عشان اقتل ملك متغار، ولو حصل ده هتكون في حرب بين المملكتين واكيد اوريانا هتتدمر وهتكون رتبتي وحالتي الحالية ولا حاجة. لكن ده مش مهم لان الترتيبات موجودة علشان تكون الدمية الملك الجديد لمتغار. ودخل دويم لمكان الضيوف ومعاه ملك اوريانا وعدوا من جنب بياتريكس، بس بياتريكس قالت ان في ريحة وحشة ودويم كان عايز يقتلها لانها غلطت في الملك، لكن إيريس اتدخلت وقالت له ان بياتريكس تبقى الهة الحرب وانها ضيفتها. ودويم لما عرف كده قال لها خلاص حصل خير واخد الملك ومشي، وهو بيفكر وبيقول لنفسه ان بياتريكس عندها دم الابطال بس صعب هزيمتها لانها اكيد اقوى من إيريس. وجه وقت المباراة بين إيريس وكاغينو والحكم اعلن عن بداية المباراة، وإيريس جالها احساس ان كاغينو قطع راسها وده خلاها تتراجع وتبعد بعيد، وفضلت تبص باستغراب وما كانتش عارفة هي عملت كده ليه، وقالت لنفسها ان ده ممكن يكون شعور غريزي لان حسيت ان في خطر. بس إيريس قامت مرة تانية واتشجعت وكانت بتفكر تهاجم كاغينو، بس تخيلت مرة تانية ان رجلها اتقطعت وقالت مستحيل، هو ده كان مجرد وهم لكنه وصلني اكيد، وده معناه ان الساحة كلها في نطاق ضرب سيفه. وفي نفس الوقت ده روز دخلت المهرجان ولقيت كم واحد من طائفة ديابلوس مقتولين على الارض واشخاص من المهرجان مقيدين، بس بعدها شافت بيتا وبقية جماعة حديقة الظل، وبيتا قالت لها اتقدمي وانهي مهمتك. وروز بدأت تستعد ونرجع تاني لإيريس اللي كانت لسه بتتخيل ان رجليها وايديها بيتقطعوا، وقالت ان ده مش ممكن يكون بسبب قطعة اثرية قديمة، وطالما هو قادر يعمل كده فده معناه ان اقوى سياف في العالم. والمشجعين كانوا مستغربين من اللي بيحصل مع إيريس وقالوا لإيريس ليه عمالة تتحركي بالطريقة دي وما بتعمليش حاجة، وده خلى إيريس تتعصب وتظهر كل قوتها وهجمت على كاغينو وكانت بتبص على ايده وشوية تشوف السيف وشوية يختفي، وقالت لنفسها هو ده وهم ولا ايه. وفي اللحظة دي كاغينو صد هجومها ومسكها ورماها على الارض وقال لها احنا لسه في البداية. اما روز فراحت لدويم ودويم قال لها اخيرا قررت ترجعي لنا،
وجلالة الملك كان مستنى عودتك بفارغ الصبر. والملك قام من مكانه وقال له روز انا مبسوط انك رجعتي، وطلب منها تقرب. بس روز قالت له انا بعتذر على كل اللي عملته وعلى كل اللي هعمله، لكن بما اني اميرة اوريانا وبنتك فهمشي في الطريق اللي مؤمنة بيه. والملك قال لها انا بغفر لك كل ذنوبك. ودويم قال للملك ايه اللي انت بتقوله ده، انا ما طلبتش منك تقول كده. بس روز بكت وقالت شكرا وهجمت ناحية دويم، لكن دويم خلاها تقتل ابوها وهو بعد عن طريقها. وفضل دويم يقول لروز انت ما عندكيش قلب، ازاي تعملي كده وتقتلي ابوكي؟ وامر فرسانه يهجموا عليها. وروز كانت مستعدة، بس في اللحظة دي ظهر جيمينا وخلص على الفرسان في لحظة واحدة، وغير لبسه وظهر كشادو وقال لدويم انا شادو قاتل اللصوص الانيق. وفي اللحظة دي روز افتكرت لما كانت صغيرة واتضح ان كاغينو انقذها قبل كده من ناس خاطفينها. ولما سألته عن اسمه قال لها انه قاتل اللصوص الانيق. وروز اتبسطت وقالت له انت كنت قاتل اللصوص الانيق وانا ما كنتش اعرف؟ وحتى لما كنت في العمر الصغير ده كنت بتحارب الشر وانا كنت بفكر في الموت. بس كاغينو قال لها معركتك ما خلصتش لسه. وروز بصت على ابوها اللي مقتول قدامها واتحركت من مكانها. ودويم حاول يحصلها بس كاغينو منعه، لكن بياتريكس مسكت سيفها وهجمت على كاغينو. بس كاغينو صد الهجوم وبدأ يتقاتل معاها. ودويم استغل الفرصة وخرج من المكان. وفضل كاغينو يقاتل بياتريكس ويتحرك بسرعة كبيرة وقدر يوصل عندها وحاول يهاجمها. بس بياتريكس اخذ ببالها وصدت هجومه، لكن كاغينو ضحك واتحرك بسرعة كبيرة وحاول يضربها ورماها بعيد. وبياتريكس كانت مستغربة وقالت له زي ما صعب ان اركز انتباهي على كل قطرة مطر تنزل انت هناك، لكن تركيزي مش عارف انت وفين هتتحرك. وكاغينو قال لها ايه المشكلة ده احنا لسه بادئين. وفي اللحظة دي ظهرت إيريس وقالت انا عاوز انضم ليكم، وكان معاها سيف شكله غريب. واول ما كاغينو شافه اتفاجأ وقال ده سيف مسريل قطعة اثرية قديمة. وإيريس قالت له هو انت بتعتقد ان ده غش؟ بس كاغينو قال لها لا، لكن علشان تبقي فاهمة انت معتمدة على القطعة الاثرية دي. وإيريس اتعصبت وقالت له اخرس وهجمته بقوة. بس كاغينو اتحرك بسرعة واتفادى الهجوم. وإيريس هجمته تاني بس كاغينو بعد عن الهجمة. وبياتريكس استغلت الفرصة وهجمت على كاغينو، لكن كاغينو اخذ باله وصد هجومها. وبدأ كاغينو يقاتل إيريس وبياتريكس في وقت واحد، وكانوا بيتحركوا بسرعة كبيرة. وكاغينو كان بيصد كل هجماتهم وكان مستمتع جدا وهو بيقاتلهم من غير سيف. ووصلوا هم الثلاثة لقطر بيتحرك وهجمته إيريس، بس كاغينو صد هجومها وقال لها اوعي توقعي. وفي الوقت نفسه الفا ظهرت قدام روز وقالت لها قدامي خيارين، يا اما تقاتل لوحدك او التاني هو القتال مع حديقة الظل. وطلبت منها تختار. وروز قالت لها يا ترى عندكم النية انكم تنقذوا مملكة اريانا؟ بس الفا قالت لها مش هنساعدك في حالتكم دي، ولو عايزة تنقذي مملكتك لازم تظهر لنا قيمتك وقيمة مملكة اوريانا. وسألتها روز لو من الممكن انقاذ مملكة اوريانا، وقالت لها الفا ده بيعتمد عليه. وروز فهمت انها تقصد شادو ووافقت على الانضمام لحديقة الظل. اما كاغينو فكان لسه بيقاتل إيريس وبياتريكس. وإيريس سألته هو مين؟ وكاغينو قال لها انا شادو، والاسم والمظهر ده هو حقيقتي وكل حاجة تانية هو مجرد خيال. وبياتريكس هجمته وقالت له انا بياتريكس، يا ترى اتقابلنا قبل كده؟ بس كاغينو قال لها انا بفتكر اي خصم قوي، يا ترى انتوا الاتنين تستحقوا اصلا ان افضل فاكركم؟ وإيريس وبياتريكس هجموا على كاغينو، بس كاغينو تراجع وقال لهم اسمحوا لي اوريكم الفن السري للساحرة. وحرك كاغينو المية، بس ليه ان السحر مش بيتحرك كويس من خلالها. وحاولت إيريس انها تهاجمه لكن كاغينو رماها بعيد. وبياتريكس هجمت عليه وكسرت السلاح اللي بيقاتل بيه، واضطر كاغينو انه يطلع سيف السلايم ويقاتل بيه. ووصلوا هما الاتنين لمكان تاني. وكاغينو قال لها في مهارات السيف انت كويسة زي تقريبا، لكن للأسف استخدامك للسحر انا مش شايف منه حاجة، واسمحيلي ان اعلمك الطريقة الصحيحة. بس في اللحظة دي ظهرت إيريس وهجمت على كاغينو، لكن كاغينو صد هجومها بقبضة ايده وقال لها مستحيل هزمتي بقوة مستعارة. وإيريس قالت لبياتريكس انها تشل حركته حتى لو ده كلفها حياتها، وطلبت منها تستغل الفرصة دي وتحاول تهزمه. وهجمت
هجمت ارس بكل قوتها على كاغينو، بس كاغينو صد الهجوم، وفي نفس اللحظة دي اتدخلت بياتريكس وحاولت تضرب كاغينو، لكن كاغينو صد هجومها ورماها على الارض وضربها هي وارس وساب المكان وكان هيمشي، لكن ارس طلبت منه يوقف وقالت له انت تسببت في الفوضى في جميع انحاء العاصمة، تعتقد ان هسيبك تفلت من العقاب؟ ودلوقتي احنا وبنتكلم هيكون كل فارس في المملكة في موقعه جاهز، والكل في العاصمة دلوقتي بقى عدوك ومبقاش في مكان ليك للهروب. لكن كاغينو فضل يضحك بصوت عالي وقال لها مين اللي يهرب؟ انا؟ طب ليه؟ وفجأة كاغينو فعل نطاق التفجير الذري وقال لإرس وبياتريكس دلوقتي اتفرجوا وراقبوا محطمة الارض صادمة السماء، الهجوم النهائي اللي ملوش مثيل وقادر على كل شيء. وكاغينو خلى بياتريكس وإرس يشوفوا قوة التفجير عن طريق سحر الوهم، وبعدها قال لهم المرة دي للعرض بس، وساب المكان ومشي. وإرس فتحت عينها وما لقيتش كاغينو، والمكان كان زي ما هو، وفضلت تصرخ واترمت على الارض وهي بتبكي. وتاني يوم شيري شافت اخبار بتتكلم عن شادو وعن اللي حصل في مملكة مدغار، وقالت في يوم من الايام هقتلك يا شادو. ويظهر ان شيري بقت مجنونة بشادو. اما دويم فكان بيتكلم مع رئيسه من الطائفة وقال له ان بعد ما اوريانا بقت من غير ملك اكيد الفوضى هتعم المملكة وهتضطر روز انها ترجع مرة تانية. ورئيسه قال له اتمنى يكون عندك حق وما تخيبش ظني للمرة التانية. وفي نفس الوقت إيريس كانت بتودع بياتريكس، وبياتريكس طلبت منها تهدى وقالت لها ان في كائنات كتيرة صعبة على البشر منافستها، وفوق كل ده انت لسه سنك صغير. بس إيريس قالت لها صعب ان افضل هادية لفترة طويلة. وبياتريكس ركبت القطر ومشيت، وفي مملكة مدغار رجعت الامور طبيعية تاني. اما كاغينو فكان مع صاحبه، وصاحبه قال له انه مش مصدق اللي حصل واللي عمله الشيطان شادو، واستغرب كاغينو وقال له عمل ايه؟ وصاحبه قال له انه كان في توهج من الطاقة السحرية بتغطي العاصمة كلها، وكان الامر مرعب جدا وكأن بوابات الجحيم اتفتحت، واتمنى لو كنت في العاصمة وقتها. وكاغينو قال لنفسه يظهر اني بلغت شوية، انا محتاج اخلي الامور في الظل. ونروح بقى لروز اللي الفا خدتها لمكان بعيد وسط الجبال وفي عمق الغابة، وقالت لها ان المكان ده يبقى قاعدة عملياتنا، العاصمة القديمة الاسكندرية، وهو ده المكان اللي فيه حديقة الظل. والفا سلمتها لمدربة المستجدين في المنظمة وقالت لها انها مستجدة وطلبت منها تدربها. وقالت لروز الباقي بيعتمد عليكي، اظهري لنا قوتك. والمدربة قالت لروز ان اسمك هيبقى 3 ستات، وقطعت هدومها وقصت شعرها. وروز اتصدمت من اللي حصل، بس المدربة قالت لها انت دلوقتي لا شيء وهتتخلى عن هدومك واسمك وكل حاجة وهتبقى جندية نقية. وروز بصت على السماء وهي بتبكي. وبكده يكون نهاية حلقتنا للنهاردة، فما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل حلو وجديد، ويا رب دايما تكونوا بخير، واريوس يا اخواتي.